كمان ديانا إنه كانوا بيوزعوا فلايرز على إنه في مكان قريب من مكان شغلنا بيعملوا مديتيشن سيشنز. فقلت قلت خليني أروح أحضر هذا المديتيشن اللي بيحكوا عنه إنه برخي، وخليني أشوف إذا إني برتاح. أنا بالكورونا عملت شوية يوغا، وكان عندي شوية باك جراوند عن اليوغا وعن المديتيشن، بس ما كنت يعني، كان كله أونلاين وكله هيك. فرحت حضرت جلسة مديتيشن، حبيت الموضوع. ورجعت على البيت صرت أدور لقيت إنه هاي العلوم كلها جاي من إشي واحد اسمه أيurveda: اليوغا والمديتيشن والبريذنج وال alternative medicine والإبر، حتى اللي هم هلا بقولوا لهم إبر صينية، بس هم originally جايين من الهند. really. ف فتاني يوم تاني يوم رحت قدمت استقالتي without notice period. يعني ما كان بدي أعطي، ما أعطيت شهر إنذار، لأنه قلت ما رح أرجع ولا يوم، خلص. قد ما كنت يعني منهارة. كان طبعا أكيد في مشاكل بالشغل، ما بنكر، لكن يعني كان مكان بحبه عن جد. مم. بس برضه كمان يا ديانا بقول لك هاي الجملة اللي قلتها قبل شوي، إنه لما طلعت من المكان هذا أخذت معي صورة أولادي. المرة لما طلعت من لبنان أخذت أولادي، المرة هاي أخذت صورة أولادي وقلت أنا خلص بس بدي أولادي وما بدي إشي تاني. ربنا يخليهم ورجعت لك. على البيت. ورجعت على البيت وهون بلشت أدرس أيurveda. ايه بقى الايروفيدا؟ الأيurveda هو طب هندي قديم. أوجدوه الهنود القدماء اللي إحنا بنشوفهم، اللي هم المونكس اللي بتشوفيهم كانوا بيعملوا مديتيشن وبيقعدوا ساعات بالتيبت والمناطق المعزولة بالهند. هو تكون هذا العلم على إيد ناس بسيطين، فهم التولز اللي يستخدموها هم أشياء من الطبيعة، أشياء موجودة، ما فيها أشياء كيميكالز وأشياء تقولي إنه بروسيجرز صعبين. هي فقط إذا بدي، هو الآيurveda هي علم الحياة، أوكي. لكن إذا بدك تحكي إيش هي الآيurveda، يعني إذا بتسأليني إيش بقدر أعرف لك، الآيurveda هو عودة للطبيعة. ترجعي لأنك لطبيعتك، أو ترجعي لإنسانيتك، أو ترجعي لربنا كيف خلقك. الآيurveda هي هيك باختصار، لكن هي بتآمن إنه الإنسان يخلق سليم. يعني يخلق سليم ما عنده مشاكل صحية ولا جسدية ولا نفسية طبعا، إلا إذا كان في أشياء مشاكل خلقية، يعني بالخلق بالتكوين. لكن هو الإنسان كلنا بنخلق سليمين. حتى الناس اللي بيخلقوا عندهم مشاكل بيكون جاي من الأجيال السابقة، يعني كمان بيكون نتيجة أشياء صارت مع الأم أو مع أهلها أو مع أسلافهم. هذا الإنسان بعد ما ينولد، حسب البيئة اللي بيعيش فيها، حسب الأكل اللي بياكله، الهواء اللي بيتنفسه، الناس اللي بيتفاعل معهم، المدرسة اللي بيعيش فيها، قديش بتعرض للتكنولوجيا، قديش بتعرض للأشياء التانية، قديش هو عيلته بوزيتيف، قديش عيلته نيجاتيف، قديش هاي الأشياء بتصير معه، ببلش يتغير البالانس عنده، بتبلش تاخد شخصيته منحى تاني. المنحى الأولاني لحديت عمر ال 18 تقريبا هو منحى طبيعي، يعني إنه الإنسان بيميل شوي لهذا الباترن معين. لكن بعد ال 18 إحنا بنصير أكثر more responsible و more independent. بصير مثلا بنفوت جامعات، بنروح شغل، في منا بنتجوز، في منا بصير عندنا أولاد، في منا بنسافر. فهاي بيعتبروا مايلستونز مهمين بحياتنا. هدول المايلستونز ممكن كمان يعملوا تغيير إضافي، أوكي، بحياتنا، تغيير أساسي. فعلى أساس هذا التغيير كمان إحنا بصير عندنا تندنسي أكتر لإشي بكينونتنا، بكينونة جسدنا، بتكوين نفسنا. إذا كنا يعني إحنا واضحين وقادرين نعمل كونكشن بين البودي والسول والمايند، اللي هم الروح والجسد والنفس، اللي هم الثلاث مكونات الأساسية حسب الأيurveda، فأنت بالسيف سايد. لكن إذا نحن أخفقنا، ومعظمنا بنخفق بإن نعمل هذه الكونكشن، لأنه ما بنكون واعيين إنه مش لازم يكون عارفين، في مش في حكايه connection. بس مش واعيين، مش عارفين يعني ازاي ده يتعمل اساسا. ما لما قلت لك انه لما يقولوا لي خففي توتر، ما كنتش عارف يعني ايه خففي توتر بالظبط. يعني. عرفتي؟ اه. بصير عندنا تندنسي تجاه واحدة من الصفات أكثر من الثانية. فلما يصير هذا الإمبالانس، الجسم بيبدأ يعطينا إشارات. أمم. فالحلو بالأيurveda إنها هي بتعطيكي 6 مراحل للمرض، مش زي الطب الغربي الحديث. الطب الغربي لا، أنت بتمرضي بتروحي على الدكتور، سلامة قلبك يعني، بتروحي على الدكتور أو على المستشفى أو على الطوارئ أو أي حاجة.
بس بالايurveda لا، هي بتعطيكي ساينز. يعني مثلا ممكن اول اشي تحسي حالك انه عم تحسي بنفخة، عم تحسي انك مش مرتاحة بعد الاكل، عم تحسي انه في اكلات معينة بتضايقك، عم تحسي بعدين بتصيري انه انت شوي anxious، انت صايرة تعصبي بسرعة، بعدين بتصيري تحسي حالك انت عم يأثر على نومك، بتصحي بالليل فجأة، بتصحي بتبطلي تنامي. هدول هم 6 مراحل. فتخيلي ان جسمك ذكي لمرحلة انه هو بيعطيكي تشانس 6 مراحل انه there is something wrong. انتبهي في إشي غلط عم بيصير بحياتك. في حال الواحد اختار يروح على الطب الغربي الحديث، الله أعلم إذا بيشفوه أو لا، أو إذا طبعا كانت مشكلته يعني واضحة، لأنه في أشياء بتكون بدها عن جد أدوية، أو في أشياء أنا لما سألتيني قلتي لي كيف جمعتي بين الصيدلة والأيurveda، هون إنه أنا مثلا بآمن إنه بحالات معينة لا I should دغري أروح على الإمرجنسي أو أروح على الدكتور أو أستخدم الدواء. او حتى الفاكسينيشن، عرفتي؟ يعني الفاكسينيشن دي حاجات جديدة، دي مش من الايروفيدا اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول بالضبط. خالص. هذا أنا اللي بفرق فيه عن غيري. امم إني أنا يعني بآمن بالشغلتين، في وقت له الدواء وفي وقت له طبيعة. فزي ما قلت لك إذا كان في أشياء emergency أو acute بتحتاج رعاية صحية بالمودرن ميديسن. بس إذا أنا بدي أسمع لجسمي من الأول وما أخليه يوصل لحالات يعني فيها مقاومة أو يعجز عنها العلم، أو يصير الإكسبريشن غريب، يعني زي اللي هو زي اللي حكينا عنه الفايبروميالجيا، أو لا سمح الله الكانسرز، أو هاي الأشياء، هاي كلياتها ريسبونس. أنا بعدين صرت أفهمها. قبل كنت أحكي إنه هاي بس اختبار من رب العالمين. هي صح اختبار من رب العالمين، بس هي برضه هي صرخة من جواتك إن في إشي is not going on well، في إشي غلط عم بيصير. فإحنا إذا توجه على الدكتور هو توجه على الدكتور، إذا توجه لعند المعالج الأيurفيدي فأنا ما بدور بس إنه وجعته معدته يعني بس بضل أعطيه دواء للمعدة. لا، أنا بفكر بالأبعاد النفسية وبالأبعاد الروحية، لأنه في لينك بين الجسد والنفس والروح، وعشان هيك اسمه طب شمولي لأني طب بطلع على الثلاث طب بارتس. انت عملتي مع طب انت عملتي مع نفسك ايه دلوقتي؟ انت عيانة، وزنك زايد، صح. حالة ستريس. أول إشي درست أول إشي تعلمت. تمام. أول إشي عملته إني تعلمت وإني اشتغلت تقريبا نفس الشغل اللي كنت أشتغله لكن from home. فبس ما كان في نتيجة جسدية، وكنت لازلت على الأدوية، وكنت يعني وصلت لمرحلة إنه خلاص يعني فكرت إنه يمكن أضلني هيك كل حياتي، ضلني اه. أتوجع وباخذ مسكن، بتوجع باخذ مسكن هيك. بعدين صراحة بس دخلت منيح بالأيurveda ودرست منيح وفتت منيح وشفت عاهد يعني قدامي وإثباتات، وشفت ناس، وكان معي ناس بتعلموا كان عمرهم 80 90 سنة وبيعملوا يوغا وبيعملوا meditation و they are so happy و they are living happily. قلت والله غير إني أنا قبل ما أجي قاعد أتفلسف على هالعالم لا حأجربها على حالي. إذا لقيت حالي أنا استفدت ساعتها بحط حالي مكان اللي قدامي، ساعتها ممكن يقتنع. بس إذا أنا ما استفدت يعني، أو إذا أنا مش صح عارفة أفيد صح. نفسي، كيف بدي أقنع ناس؟ التزمت أول إشي بالأكل، والتزمت بالspiritual healing اللي عملتي ايه؟ هو عملتي ايه إني في الاكل؟ ايه اللي فرق معاك كتير في الاكل؟ أول إشي عرفت إيش نوع جسمي، وهلا رح اوكي. أحكي لك إيش يعني أنواع. امم وبعد ما عرفت شنو جسمي عرفت شو لازم آكل وشو مش لازم آكل. امم وكيف أعمل ديتوكس لجسمي من كل الأدوية اللي دخلت جسمي بهاي الفترة. وبعدين دخلت بنفس الوقت السبيريتشوال هيلينج اللي هو كان بالنسبة لي أنا، مع إني جربت الحكي والثيرابيست وكذا، بس لقيت إنه الورقة والقلم هم أكتر ناس بسمعوكي بدون انتربشن وبدون ليميت، وبسمعوكي كل الوقت وفيكي تحكي اللي بدك إياه، وبس تخلصي أحلى شعور بالسعادة إنك تروحي وتحرقي الورقة امم وتخلصي وتصير في هيلينج. عن جد كانوا شهرين يعني مش سهلين أبدا. لا سهلين لا علي ولا في على شهرين انت أولادي. عملتي العملية دي كلها في شهرين؟ شهرين أيوة. ده مش وفي كتير على شهرين فكرة. نزلت 16 كيلو. في شهرين؟ في شهرين. يا إلهي. في شهرين نزلت 16 كيلو. بعدين طبعا صرت انزل كم كيلو كم كيلو يعني، بس بعد هدول الشهرين انا وثقت بالايurveda، واو. وثقت انه بقدر اني انا I will يعني الاشي اللي درسته حقيقي، والاشي اللي حكوا عنه حقيقي، واني انا بقدر اساعد ناس. وبدت رحلتي مع الناس. اولها ما كانت كارير، كانت مساعدة بس صراحة يعني.
انه نساعد، وخاصة اللي كانوا عندهم نفس البين تبعي، اللي عندهم مشخصين بالفايبروميالجيا، يعني كنت احس فيهم اكثر اشي. بعدين صرت لا صرت اخذ كيسز اعقد، يعني ناس يكون عندهم autoimmune diseases، او يكون عندهم chronic diseases او اشياء زي هيك. بعدين صرت أقرأ أكثر وأشوف قديش في ناس شفيت من كانسر، قديش في ناس شفيت من اندومتريوسز، قديش في ناس شفيت من أمراض ثايرويد أو أمراض جلاندز وأمراض ليمف نودز، بس لأنها رجعت للطبيعة، بس واو. لأنها رجعت لكيف خلقنا رب العالمين. كل ما أقرأ أكثر يعني آمن أكثر، وكل ما آمن أكثر تصير قدرتي على المساعدة أكثر. الحمد لله، ما بدي أحكي قدرتي على الشفاء لأنه الله اللي بيشفي بالنهاية، صح بس صح. قدرتي على مساعدة الناس. بعدين صرت أفهمه أكثر كمان، يعني إنه هو it's a lifestyle. يعني أنا مش إنه لايف ستايل يعني it's a healthy lifestyle، يعني إنه أنا لا لازم آكل هالقد ولازم آكل. it's healthy، بالعكس هو بيعطيكي متعة، هي رحلة، هي رحلة حياتية. يعني أنا بنصح أو بحكي له للشخص اللي قدامي، حتى أنا لما بدي أعطي سيشنز أو بدي أعطي حدا، أو في حدا يعني بده يسجل معي، أنا بعطيه أول سيشن فري، ما بيكون فيها دفع. مش عشان يعني أسلوب ماركتينج، بس هو حقه يعرف يعني على إيش رايح، لوين رايح. يعني هو مش، أنت بتعرفي كيف الدكتور يعني للأسف يعني ما بعرف إذا برا غير، بس إحنا عندنا الواحد بفوت على الدكتور، خاصة إذا ما كان عنده ميديكال باك جراوند، بفوت على الدكتور بقعد أقل من 10 دقائق أو ربع ساعة، ما بيلحق يحكي إيش عنده أعراض. إذا قام الدكتور وفحصه سريريا كتير كتير منيح، بس إذا ما فحصه كتير عادي، بكتب له الروشتة وبقول له راجعني بعد شهر. بيطلع المريض من عند الدكتور وبنزل على الصيدلية، أنا هذا لأني شفته بالصيدليات، بنزل على الصيدلية وهو مش عارف لا إيش تشخص، ولا إيش الدواء اللي بده ياخده، ولا ليش جاي بعد شهر، ولا إيش لازم يتوقع هو بعد شهر يصير. فللأسف إنه هيك بصير. بس أنا مثلا بحس إنه لا، بالآيurveda أنا لازم أفهم الشخص هو إيش عنده وإيش طبيعة جسمه، وكيف رح تكون البروجرس أو إيش الرحلة اللي أنا حمشيها معه، وقديش حتاخد وقت، وأعطيه إثبات إنه هو قادر إنه يستمر. لأنه الإنسان بيخاف لما يتحسن، بيخاف كتير إنه طب أنا إذا تحسنت وكملت معاكي ال5 جلسات، طب بعدين وإذا تركتيني إيش رح يصير؟ حأرجع زي قبل؟ مم. فأنت لازم تعطيه الإثبات إنه لا، أنت ما رح ترجع زي قبل، أنت خلص هذا صار لايف ستايل، هاي رحلتك، أنا موجودة، مم. بس مم. بس أنت هاي إجا دورك هلا. وأنا بخلال هدول، هم عادة أنا بعطي 5 جلسات، ممكن أقل أكتر حسب الكيس، بس هدول ال5 جلسات أنا بكون literally معه ليل نهار. يعني أنا بكون معه متابعة أكله وشرب، وأي ساعة بيصحى، وأنت شو عم ياكل، وعم يلتزم بالأكل ولا لأ وكذا. لدرجة أنا بقول له يعني أنا بعيدة عنك، بس بون واتساب مسج، ما تخاف أبدا. طبعا هو بالنهاية ربنا اللي معنا كلنا، بس احنا بحاجة نحس بهذا السبورت. يمكن انا لو أكيد صح، حسيت بهذا أكيد السبورت صح بيوم من الايام، ما يمكن ما كان صار في هيك، صح يمكن ما صح كان وصلت لهي صح. المرحلة. فهي بتختلف. يعني هلا انا قبل كنت يعني كمان انا برضه، يعني انا كمان عم بتعلم، يعني هاي كمان انا رحلتي أكيد الانسانية، أكيد. كل انسان بيعلمني جزء. فانا كمان بتعلم، يعني بعرف هلا انه في ناس بنبلش تغذية، في ناس لا دوري بنبلش سبايريتشوال، في ناس لا من اول نغير طب مايند سيت. طب إيه البروسيس بتاعتك اللي بتعرفك الكلام ده؟ بتبدأي إزاي؟ بتعملي إيه؟ نبدأ من الأول خالص. تمام. أنا فبس كلاينت خليني بيجي. أحكي لك مم. in brief. هم خمس يعني five main branches للأيurveda. الفيرست هو تغذية بقسميها، النيوتريشن اللي هو القسم الأول التغذية العادية والديتوكس، اثنين اللي هو البريذنج وكل أنواعه، الثلاثة اللي هي بعد ما تتنفسي بتكوني بدك تتعلمي كيف تعملي كنترول على النفس مع الحركة اللي هو اليوغا. مم. بعد ما تصفي دماغك وتقدري تعملي كنترول على نفسك وعلى دماغك، بصير بدك البيس اوف مايند، فبتروحي مديتيشن. بعد المديتيشن بيجي لعنا الاشي اللي اسمه ديناتشاريا، اللي هي روتينات، اللي هي الاشياء اللي بعملها الصبح، بعملها بالنهار، بعملها بالليل، لحتى احافظ على هاي المسيرة، اضلني ماشية فيها. هاي الديناتشاريا يعني هي عالم واسع، هو القسم الخامس، لكن هو يعني عالم واسع. جزء منه مساج، جزء منه زيوت للجسم، جزء منه روتينات بتعمليها الصبح، روتينات بتعمليها المساء، أوقات محددة. فهاي الأيurveda واو. باختصار. لكن كيف ببدأ البروسس؟ البروسس تبدأ بكويز. أيوه أيوه.
ايوه، ايوه انا عملت ايه بقى؟ هو ده. هذا انتي الكويز. خليتيني الاسبوع اللي فات عامله كويز، قلتي لي انا عايزه اعرف انتي ايه. الدوشة حاجه إيه اول حاجه اشرحي لي هي ايه الدوشة. ايوه بالضبط، هي الدوشة هي اسمها اذا بدي افسرها، هي كلمة سانسكريت، طبعا احنا بنستخدم م-م. السنسكريتية. لكن الدوشة هي طاقة الكينونة، يعني طاقة اي living thing، واحنا طاقتنا بتعبر عنها either physically اللي هو بالبودي او بالشخصية اللي هو بالمايند. فنحن عندنا 3 main دوشز، 3 انواع بينعكسوا علينا جسديا وعلى شخصيتنا. م. إذا بدنا نحكي إيش هم باختصار كمان، هم الفاتا اللي هي الهواء أو الشخصية الهوائية. هاي الشخصية الهوائية هيك من اسمها بتفكر، بتنتقد، بتبدع، بتحب الارتس، بتحب الفنون، لكنها حساسة، بتفكر كتير. إذا بدك تحكي عنها على الجسد فهي هوائية، يعني فيها هواء، فيها جفاف، في بشرة جافة، في شعر جاف، في جفاف بالمفاصل، في طقطقة. هاي الفاتا. بعد الفاتا بتيجي عندنا البيتا. البيتا اللي هي الشخصية النارية أو الطاقة النارية. النارية هاي اللي هي من اسمها نار. نار يعني إيش؟ يعني أنا مندفع، يعني أنا ببادر. حد سأل سؤال أنا أول واحد بجاوب. حد مثلا بده مساعدة أنا أول واحدة بركض بساعده. حدا طلب إنه حد يعمل إشي، هو أنا initiating، دائما عندي روح الانيشيتيف to start initiatives. برضه بحب الترتيب، في leadership، في يعني شخصية نارية هيك من اسمها. هاي بالشخصية. بالجسم لا، بتكون oily skin وبتكون oily hair. م. الشخصية الثالثة اللي هي الكافة. الكافة معناها من السنسكريت اللي هي الشخصية الترابية. الشخصية الترابية يعني كأنك حاطة مي مع تراب، يعني مد زي كأنها. فهي شخصية يعني نفسيا كتير لطيفة، لأنها يعني ما بتاخد أبعاد للأمور، ما بتفكر كتير إنه يعني تزعل أو كذا. easy going، يعني هاي الشخصية الإيزي going. بس بنفس الوقت يعني بتلاقيها إنه ما بتتأثر، يعني ممكن تكون شوي مستفزة للي حواليها مثلا، اوكي. إنه ما بتتأثر. برضه ضحوكة، لطيفة، فيها تحمل، بتتحمل كتير. you can depend on. إذا بدك تحكي عن البادي، هي اللي فيها الاكتناز، اللي بتيجي عندنا الشخصيات اللي بتيجوا شوي مليانين، جسم طبوزين. ناصح. ايوه بالضبط. سكن بتحسيها مكتنزة احنا بنسميها، م-م-م. يعني مش دهنية، لكن بتحسي انه في طبقة هيك تحتها. م. الشعر بيكون ثك، لكن شوي ممكن تحسي انه هيك باهت، بس ثك عادة بيكون. فهدول هم الشخصيات الثلاث أو الطاقات الثلاث اللي حقول لك. يعني إنه هدول الثلاثة بالحالة المثلى المفروض يكونوا قريبين من بعض. تمام. أوكي، عشان نكون بالانسد. وإحنا هاي الحالة اللي بنحاول نوصلها. لكن أنا حقول لك هلأ عن كل شخصية حكينا عنها، إذا وصلناها إكستريم حيصير إيه. اوكي، أوكي. قاعد قولي إذا لي. كنا واحد عنده فاتا، شخصية هوائية، بفكر وصار كتير يفكر شو بده يصير overthink. إذا صار م. overthinking شو بده يصير anxiety. إذا anxiety شو بده يصير insomnia. إذا صرنا insomnia وين ندخل بالإحباط. إذا دخلنا بالإحباط وين ندخل بالdepression. لما تزيد هاي الخاصية عن حدها المعين بندخل بحالات الدبريشن والحالات النفسية الصعبة، بندخل بحالات أوجاع المفاصل، بندخل بحالات الديسك، بحالات العضلات، بحالات زي ما حكيت كمان الفايبروميالجيا، بحالات الاي بي اس اللي هو الاريتابل كولون او القولون العصبي. هذه بالنسبة للفاتا. بالنسبة للبيتا، شخص مندفع بس إذا زاد اندفاعه شو بصير؟ ببطل يعني هيك إنه مندفع وبده يساعد، بصير معصب إذا أي حدا، بصير إذا أي حدا حكى كلمة وهو ما أعطوه مجال يحكي بيزعل. بيصير ردة فعله بدل ما تكون الانطلاق بتصير الغضب. بصير لسانه ممكن يلسع شوي أو إنه يحكي كلام ممكن يكون مؤذي. بصير عنده شوية هذا الأوبسيشن إنه يشوف كل إشي مرتب ونظيف وزي ما هو بده، مش زي ما هو موجود. طب ده فهذا بينعكس بالنسبة سلبي ازاي للبيتا. بقى على الشخص ده؟ يعني احنا قلنا الهواء ينعكس. بيبقى محبط، عنده انزايتي. طب الشخص الناري اللي بيبقى صح، عنده؟ هذا الشخص بيكون كتير معصب. امم. كمان بيكون عنده، إذا بدنا نحكي من حالة نفسية، بيكون عنده يعني ممكن بسرعة يصير عنده ثورات غضب. وبرضه انترنالي إذا بدنا نحكي عن الجسد، بصير عنده الحرقة، اه. بصير عنده مشاكل الجهاز الهضمي، بيصير عنده البين، المايجرين هيدكس، امم. بيصير عنده الهايبرتنشن، ارتفاع امم. ضغط الدم، أمراض القلب. هاي كلها بتصيب الناس اللي عندهم هاي الشخصية، امم. أو إذا زادت طاقة الشخصية هاي.
النوع الثالث اللي هي الكافة، هو أصلا easy going، بس إذا امم. قلنا له يلا خليك أكتر easy going شو بيصير؟ بيوصل سوري لمرحلة إنه يعني بطل يحس بإشي، اه. ما في إشي بتفرق معه، فبصير يزيد الوزن، امم. يزيد الكسل، يزيد الخمول، ما بيعود في دافع. فبتلاقيه عادة هذا الشخص اللي بيجي لعندك اللي بيقول لك أنا ما عندي دافع بالحياة، ما عندي ambition عفوا، I'm not ambitious، ما عندي دوافع إني أكون أحسن، عم بيزيد وزني. كل واحدة من هدول الشخصيات إذا زادت عن حدها بتقلب لضدها. امم. أوكي؟ فنحن لما نعمل الكويز بيطلع عنا عادة واحدة من هاي النتائج، يا أما مايل للفاتا، يا أما مايل للبيتا، يا أما مايل للكافة. بحالات تانية بيكون مايل لشخصيتين اللي هي مثلا نارية وهوائية. هون بصير أصعب الوضع لأنه أنا بصير بدي أصلح الصفات الهوائية وأصلح الصفات النارية، اللي هو بتلاقيه بيعصب بسرعة وحساس بيبكي دغري مثلا، امم. أو بتلاقيه مثلا حساس ومتأثر بس عم يزيد وزنه، هذا مثلا فاتا كافة. امم. فممكن يكون كومباينيشن بين واحدة بين سنتين من هدول. الحالة الثالثة إنه ممكن يكون مش كومباينيشن، يكونوا الثلاثة عنده. هاي طبعا تراي دوشك أسوأ حالة، اللي هو بيكون امبالانس بكل الدوشات. واو. وهاي بتلاقيها كتير عند الإنسان اللي بيجي ملخبط ومش عارف حاله وزايد وزنه وراسه بوجعه وكل إشي بوجعه، ما بينام ومعصب ومش عارف إيش ماله. فتراي دوشك كمان هاي هلأ بحالات نادرة جدا جدا جدا. أنا قلت لك مرت علي مرتين، بين حوالي 950 مرة عملت هذا التست لناس، هي البالانست. امم. هدول بيكون عندهم الثلاث دوشات بس بيكونوا على اللوست ليفل، يعني بيكون balanced أصلا. امم. فهدول الشخصين أنا اللي مرقوا معي كانت اثنين أساتذة يوغا. واو. اوكي. واو. اوكي. آه that makes sense. yes that makes sense. ف based on that اول اشي بيعمل التست هلا في مواقع كتير تعطيك اياه فري تعمليه، بس هو انا مثلا لا عمليته عندي اياه يعني اساسه علمي مش اساسه يعني بس calculations، يعني له ويت. يعني ببساطة كل سؤال بحط أنا قديش النتيجة اللي أنت أعطيتيني إياها، مثلا 3 أو 4، بجمعها مع العمر اللي أنت قديش عمرك، بجمعها مع الجندر إذا ميل أو فيميل، بجمعها مع إذا متزوج أو لا أو يعني divorced ده أو كله بيفرق؟ طبعا كل سؤال. عشان امم. هيك يعني أنا مثلا بقول لك إنه مثلا التست تبعي دقيق أكتر من إذا عملتي تست فري، لأن هداك بس بيجمع أرقام. هدول لا، هدول إلهم ويتس، حتى أنا مسجلتهم يعني عامليتهم على الإكسل إنه بإيكويشن، لأنه امم. كان قبل كنت بدون إيكويشن، كنت عاملة كله مانيوال فكانت اه، اي سي صعبة. سي. أنا لا صرت أحطها على إيكويشن، فكله بدك تجمعيه مع بعضه بيطلع عندك ويت لكل سؤال، بتجمعيهم ببين لك قديش هو فاتا بيتا كافا. based on that بقدر أعطيكي التريتس تاعونك، الصفات بشكل عام، الكاركترستكس تاعون الجسد وتاعون الشخصية. ويعني أنا بديش أقول لك يعني 100% لأنه طبعا كل إشي يعني مرات كمان حتى اللي بيجاوب مرات ما بيكون دقيق، بس 99% بيكون صح يعني التحليل. وبعدين بحكي لك إيش المشاكل اللي بتعاني منها وإيش الأشياء اللي مريتي فيها، يعني هي زي كأنها قراءة شخصية بالضبط. تمام. امم. وبعدين بكون في البلان انه ايش انت بحاجة، كيف ممكن انا مثلا اهدي الفاتا اللي عندك، كيف ممكن اهدي البيتا اللي عندك، كيف ممكن اعمل بالانس، طبعا فيزيكلي وسبيريتشوال. امم. لانه انا ما بقدر اجي لعند ديانا اذا مثلا ما بتعمل ديانا مديتيشن واجي احكي لها يلا اليوم بدنا نعمل مديتيشن ورح اخليك تحسي حالك هاي وارفع لك طاقتك للمليون، ما بزبط. يعني بالأول أنا كيف بدي أجي لعندك أطلب هيك طلب أو أتوقع منك هيك إذا ما كنتي أنت نفسك واسع، امم. نفسك عميق، إذا كنتي أنت مثلا ما بتاكلي أكل هيلثي. مش ضروري أكل هيلثي يعني إنه يعني هذا، بس إذا كنتي مثلا عم نقول تاكلي فاست فود وأشياء معلبة وأشياء preservatives فيها، كيف ما هي كلها بتأثر على طاقتنا. إذا امم. ما كنتي أنت بتاخدي وقت لتهضمي مشاعرك. امم. بس إحنا ما عندنا ما عاد عندنا هذا لا إحنا عندنا ولا اللي قدامنا عنده وقت ولا الوقت مسمح لنا ولا شيء. يعني الواحد زي ما قلت لك بفوت عند الدكتور 10 دقائق، اذا قعد اكثر من 10 دقائق بدفع كشفيتين، صح. تخيلي. اه، صح. فكيف انا مثلا بدي اطلب من واحد يفوت بالمديتيشن لحالة الاسترخاء ولحالة الراحة
إذا هو مش قادر يهضم مشاعره. في كلمة كتير مهمة، وأنا هلأ من هلأ طالع وبس نصير إن شاء الله نحكي عنك كمان أكتر، رح أحكي معك هاي الكلمة كتير اسمها هضم المشاعر، طب مش ما هضم ايش يعني؟ الأكل. ما مش فاهمة ما يعني ايه. كيف أعطيتيني أنت فرصة إني حكيت عن مثلا طفولتي، حكيت إنه تفوقت، وحكيت إنه أنا مثلا صار عندي سيت باكس، وحكيت عن التروماز اللي صاروا عندي بحياتي، سواء كانوا هدول التروماز، يمكن أنا معتبريتها تروما إني ما دخلت طب، بس في تروما عند حدا تاني إنه هو ما دخل مدرسة أصلا. صح. هذا لا يعني إنه أنا تجربتي لا تعني شيء، ولا يعني إنه هو تجربته كتير أعمق وأصعب من تجربتي. كل واحد بالنسبة له تجربته صعبة. يعني زي ما قلت لك، انا بيجيني واحد بيجي بيقول لي مثلا، او واحده بتيجي تقول لي انه ما عم يكفيني الفلوس، قديش بتقبضي؟ بتقول لي $1000. طب مثلا $1000 بتعيش عيله مثلا، بس انا مم. ما باجي بواجهها بهالشيء ولا بحكم عليها. ليش؟ لانه معاناتك معاناتها إلها يمكن حسب البيئه اللي هي عايشه فيها، ما بتكفيها $1000. انا عايزة اعرف انت بدأتي فين، ايه الدوشة كانت بتاعتك اول ما بدأتي؟ طب انت ديانا، خلينا نتساعد احنا مع بعض. انت قولي ايش بتحسي مثلا انا؟ وتسي نارية. صحيح، انا عندي صفات ناريه، بس انا عندي صفات ذاتها كتير. اللي هي هواي الهوائية. اللي اه هي فاهم. انه انا بفكر كتير وبحسبها كتير وبقلق كتير، وكان عندي معاناة حبيبتي انا مش بالنوم. خبيرة، ايش عرفني؟ انا كده لا لا، بسألك. بالعكس، صدقيني لما تعرفي هيك وحتعدي بينك وبين حالك، وحتتفرجي هيك، يعني تتذكري. طبعا هي اكيد مش من اول مرة، قصدي يعني لانك انت ما لحقتي تحفظي معي، بس عادة هم بيكتبوا بيكونوا لما انا بحكي، فبتصير يعني قدامك الاشياء مكتوبة. فلما تشوفيها مكتوبة بتقولي تعرفي هذا اخوي، هذا ابوي، مهم. هذا مهم. مثلا this is my friend. لانه هم بتلبسهم الشخصية لبس. انا كنت فاتا كتير. مم. هلا انا بين فاتا وبيتا، فانا بعرف لما اعصب بكون بيتا. او لما مثلا اكون كتير كتير مستعجله، انا من الناس اللي كتير سريعه وبحكي بسرعه وكل شيء بدي مم. اخلصه. This is بيتا. مم. اوكي، بس انا مثلا بنفس الوقت بفكر كتير، بعاني بالنوم، ما بنام دغري، باخذ ابعاد لكل شيء، بكتب. مثلا اوكي، هاي الاشياء كلها هذه تعني اني انا اميل للفاتا. طب عرفتي؟ انا ايه بقى؟ ايوه، انت ايه؟ انت ابعد ما يكون، حقول لك يعني حسهل عليك الموضوع، انت ابعد ما يكون عن الكافة. اه يس، ده حقيقي. اكيد. فانت حسب ارقامك طلعتي واحدة اكثر من ثانية، بس متأثرة بالثانية. فايش تمام. انت بيتا. بيتا وبامتياز، انت شخصيتك نارية. مم. نارية لا تعني انك انت غضب عندك طاغي، لكن انت عندك روح الابداع، روح التميز، روح المبادرة. وانتي انا ما ت- بحب انتي احكي انتي هاي انتي بتقولي الكلمة. الغضب عندي مش باين عشان انتي كلمتيني بس مرتين مش كتير. لكن انتي ما لو كلمت، بعرف كيف لو انتي الغضب كلمتي عندك. اهلي هيدوكي يعني يكتبوا لك كده صفحات. شوفي، انا حاحكي لك الاشياء هلا، انا عم بتطلع على يور اناليسز. رح احكي بس كم وحده، يعني من دون ما اتعدى حدود لا الشخصيه لا لا تبعتك، ابدا، لانه عادي. بصي، تعدي يا ستي وتعدي. قولي لا بس قولي. حتى تشوفي قديش هو، يعني انا في اشياء ما بعرفها عنك، بس مثلا انه الكومبينيشن اللي عندك اياها بتعطيكي القوة والحدة والرغبة في الانجاز والسيطرة على المسار، بالاضافة الى انه الفاتا اللي انت بتأثري فيها وبتعطيكي حب التنقل، حب التغير، بس بتخليكي في عندك قلق داخلي وعدم ثبات طويل الامد. يعني انت مش شخص اليوم نفس بكرة نفس بعد بكرة، انت شخص بتتغيري من يوم ليوم. مم. مشاعرك، يعني غياب الكافة بيعطيكي قلة الإحساس بالأمان العاطفي، لأنه إحنا صح. مرات بحاجة للكافة. صح دي اكشلي الصعوبة دي. في صح. صعوبة بالاستقرار أو الإقامة الطويلة في مكان واحد، سواء كان عمل أو علاقة. فيو ديسايدز إذا هذا الحكي صح ولا لا. السمات الجسدية بنية متوسطة بتميلي للنحافة أو التقلب الوزني، يعني أنت بتطلعي 2 كيلو بتنزلي 2 كيلو، مش أكتر من هيك. توتر جسدي واضح بالكتفين والرقبة والفك، يعني أنت بتشدي على أسنانك وبس تنتبهي لحالك بتلاقي حالك عاملة هيك. مهم. اوكي، عندك حساسية بالجهاز الهضمي لما يصير في توتر، يعني ممكن يصير عندك نفخة، ممكن تحسي بوجع معدة، ممكن تحسي you need sorry toilet. ده العادي. ده العادي. في ميل باضطراب، لا اضطرابات النوم، يعني صعوبة بالاستغراق والاستمرارية، يعني انت ممكن تنامي، بس لكن ممكن تصحي أكثر من مرة بالليل. انت حاطه كاميرات في البيت هنا ولا ايه؟ هحكي أعمل لك
بس يعني قولي لي إذا أنت مش عايزة، وطبعا انا أنت نومي بإمكانك خفيف تشيلي اللي بدك بطريقة إياه. لا تتخيليها. انا عشان انام لازم احط سدادات، واحط اي ماسك، وادفي مناخيري، واحط، ولو حاجة خفيفة يعني على طول بصحى. انا نومي جدا 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 خفيف. إيه، شايفة صعوبة الاستغراق أو الاستمرارية. السمات النفسية والعاطفية: عقل نشط جدا وتحليلي وناقد للذات، وصراع داخلي بين الرغبة بالسيطرة وبين الخوف من فقدان الأمان. صعوبة بالاسترخاء أو ترك الأمور تمضي. توتر مكبوت قد يتحول إلى غضب صامت أو انسحاب، يعني بحمل حالي وبتركهم خليهم يضلوا يحكوا لبكرة الصبح. هذا هيك. بالعلاقات والعمل: تغير أماكن عمل متكرر، بيعكس فاتا تبحث عن حركة وتغيير، وبيتا ترفض الشعور بالفشل أو التقليل من القيمة. بالعلاقات في رغبة بالقرب، يعني أنت بتحبي إنه يكون الشخص قريب منك، لكن في حذر شديد وخوف من التعلق، خافي من الاتاتشمنت. بتميلي للاعتماد على نفسك بشدة، أحيانا لدرجة الإرهاق. هلأ صفات المميزة: الصفات الذهنية والشخصية: قوية، مستقلة، ذكية. صعبة الرضا عن نفسها، وتميل لتحمل أكثر مما ينبغي، وتقيس قيمتها بالإنجاز لا بالوجود. يعني أنت ما بيهمك مثلا عملتي 20 انترفيو، بهمك كم انترفيو كانوا حقيقيين وصادقين وإفكتيف مثلا، أو عملوا أثر. هيك يعني. السمات الجسدية والجمالية: ملامح واضحة أو حادة نسبيا، يعني عيون واضحين حلوين، نوز مدبب حلو، شفايف حلوة، تعبير وجه جاد مائل إلى تعبير. يعني أنت وجهك ممكن إنك تكوني هيك ما في أي تعبير، بس ممكن إنك مجرد ابتسامة تعبري عن كل سعادتك أو حبك أو أي شيء. الجمال يظهر أكثر عند الهدوء لا عند التوتر. قد تهمل الجسد في فترات الضغط، ثم تعود للاهتمام فجأة. يعني أنت هيك أسبوع بتكوني healthy ودايرة بالك على صحتك، وأسبوع أنا وين، أنا ما دخلني بهاي الأشياء. بالحياة العائلية: العلاقة مع الأهل مأثرة على مفهوم الأمان والثقة في العلاقات. أيurvediyan: العلاقة مع الوالدين فيها خلل بطاقة الكافة، عشان هيك أن الكافة كتير واطية. عادة الأم والأب بيعطونا أمان لما تكون العلاقة ثابتة. الكافة بتعطينا الاحتواء، بتعطينا العائلة، بتعطينا الأمان العائلي. صعوبة استقبال الدعم حتى لو كان متاحا. هذا this is يعني كتير، هذا إشي لازم تشتغلي عليه ديانا I am سريع. والله عارفة، والله عارفة. لأنه يعني it's I'm okay to I'm say I'm tired. It's okay to say I need help. عرفتي؟ I'm working on إن شاء accepting الله. receiving. إن شاء الله. هلأ بتميلي للعيش وحدك، لأنه هذا الإشي بيعزز الباتا وبيضعف الإحساس بالجذور اللي أنت عندك فيها أصلا، بنسميه يعني خلل. فأنت بتميلي للعيش لحالك، يعني بتحبيش إنه تكوني يعني عندك روميت، ما بتحبي تكوني عايشة ببيت مليان ناس، بتحبي الاستقلالية. في العلاقات والتوجه العاطفي: تحتاج علاقة آمنة وغير تنافسية، يعني مش أنا أقوى منك وأنت أقوى مني وأنا بساعدك وأنت بتساعديني، لا، بدك الأمان، يعني ما بنفكر مين أحسن من مين. تنفر من السيطرة لكنها تمارسها لا شعوريا. تختبر الآخر قبل أن تثق، وتخاف من الاعتماد لكنها تشتاق للاحتواء. يعني أنت مش dependent، لكن بتحبي حدا اللي يحتويكي، يستوعبك، يعرف إنك إلك أوقات بتعصبي، أوقات بتتعبي. خلاصة: من منظور علاجي أيurvedi، أنت ما بتحتاجي مزيد من القوة لأنك اوريدي قوية، لكنك بحاجة لتهدئة الجهاز العصبي، لتخفيف التوتر والضغط والقلق، لتبريد الحدة الداخلية اللي بتعطيك إياها البيتا، اللي هي نحن منبرد النار الداخلية بالتنفس، بالأكل، بطريقة الحياة، بالمديتيشن، بنوع معين من اليوغا. وبناء كافة صحية، اللي هي إنك تعمق الشعور بالأمان، إذا ما كان عن طريق العائلة، عن طريق الأصدقاء، عن طريق الإخوان، إنك ترجعي للجذور وتتخلصي من مشاكل الرواسب اللي تركوها غيرك واللي انت ما إلك ذنب فيها. الروتين بخليكي، هلا في ناس كتير ما بتحب الروتين، لكن الروتين هو بيريح جهازنا العصبي، خاصة لشخص زيك. Yeah. احتواء: اوكي، يعني انت ممكن مثلا
شخص انه تعرفي ان هذا الشخص موجود، مش ضروري احكي معه كل يوم، ولا ضروري انه يكون جنبي، ولا ضروري إنه بس انا بعرف انه هيز ذير او شيز ذير، بقدر ألجأ لها بالوقت المناسب. ممكن تكون اخت، ممكن تكون صديقة، ممكن يكون حدا تحبيه. الشفاء هنا لا يبدأ بتغيير الوظيفة او العلاقة، بل بإعادة تعريف الأمان داخل الجسد أولا. ف this is you ديانا أفندي. ميتينج. كيف؟ قولي لي قديش تعطيني من 100؟ 90 من 100، 90 اه 95 اكيد. اه um يعني هو صدقيني مش عشان انه هذا التست انا اكيد لي contribution فيه، بس هو الارقام بالنهايه انت اللي حطيتيها، they انت اللي did. جاوبتي. Yeah, I'm فهي take. عاده هي very representative، عرفتي؟ وهي يعني الحلو فيها انه يعني مش ارقام وتحليل شخصيه وخلصنا، لا هي يعني شوفي احنا كناس كبني ادمين نحتاج شغلتين صحيتين، اللي هم الدايجنوسز الصح، التشخيص الصح، والحل الصح. يعني انا ممكن هلا اجي اتوهك وانت ما طب يعني ايش يعني منيحه انا ولا مش منيحه؟ ما انا عرفتي؟ لا انا عايزه اساله يعني، طب ايه، لا ايه الجوانب السلبيه؟ انا ملطوطه فين هنا؟ لا انت عندك كثير جوانب ايجابيه، لكن انت بحاجه لاحتواء وامان. This is يعني هاي الخلاصه. اوكي. انا دي حاجه I made it very known especially من تقريبا سنه. الامان العاطفي والسلام الداخلي دول اهم حاجه عندي. عشان كده لو اي حد دلوقتي بيعمل شويه disturbing، مش ما بقتش linear عليه زي الاول خالص. مهم. لان مهم. لاحظت ان فعلا ده بيخليني كده شيكي من جوه، هذا مش السيطرة مظبوطه. اللي عم نحكي عنها، اه هذا السيطرة اللي عم نحكي عنها. هي هذا بارت من الشخصية ومش اشي غلط، بس هذا صعب يعني انه تلاقي كل الناس بتستوعبه. هذا بالنسبة للدياغنوسس. بالنسبة للحل، انه زي ما قلت لك لما انا كانوا يقولوا لي مثلا انت خفيفي توتر، كيف يعني؟ هاو تو طب احكي لي كيف اخفف توتر مثلا. تخفيف التوتر يعني هلا انا صرت افهمه بنوع معين من المديتيشن، بنوع الهضم المشاعر اللي حكينا فيه. يعني هلا انت بس تخلصي يونيت مثلا هلا 15 minutes. انا حتى لو عندي واجبات تجاه اولادي وتجاه بيتي وتجاه مثلا ماي الناس اللي مثلا باعتين لي مسجات او كذا، بس انا I need 15 minutes يعني اهضم التغيير اللي صار. انه انا استرجعت 20 و30 سنة لورا، وحكيت عن ناس بطلوا موجودين وناس ما بعرف اذا ماتوا ولا عاشوا ولا لسه عايشين. فهذا اسمه هضم المشاعر. اما احنا ما عم نعطي فرصه لحالنا نهضم مشاعر. احنا بنقوم بنخلص، هلا انا بركض لعند الاولاد، وبعد ما اركض من عند الاولاد بروح بصير اجهز للنوم، وبس اجهز للنوم بجهز بكره شو بدي ابعت احنا هيك. هاي المشكله. فهون النقطه اللي احنا بحاجه إلها. لو امم احنا هضمنا مشاعرنا مزبوط، ما بتصير عندنا هاي التراكمات. بتصعب بالتراكمات انه انا كيف بدي اشيل هيك. انا لما اشتغل بحدا بحس اسوي حالي زي كاني عم بقشر معاه طبقه صح. طبقه. عرفتي؟ زي البصل كده. اكزاكتلي بالضبط. فعشان هيك انا مثلا بقول لك كون ابطا، مع اني انا مثلا مرات ما بكون ابطا. يعني انا عارفه انه يعني انا اي نيد كل يوم شغل، انا اي نيد كمان كل يوم اني يكون لي ماي اون سبيس وماي اون ريتشوالز وماي اون دايت، ويوم يمكن اخبص ويوم برجع بظبط، والشهر الجاي بقول انا ما اشتغلت على حالي منيح. لكن عشان أقدر أساعد أو عشان أقدر أشتغل صح، يعني لازم إني أعملهم هاي الأشياء، ولازم أعرف أعرفهم. يعني لازم الكلمات يكون إلها تعريف، أو المشاعر يكون إلها اما هنا اسم. كلمة، ما انا كلمة اهضمي مشاعرك او feel your feeling، يعني اعمل ايه؟ انا افيله ازاي بقى مشاعر؟ او how am I gonna feel هي it؟ هاي هي لا بس انه انا استوعب شو صار. يعني انا اتذكر شو اللي صار بالانترفيو. انه انا إيه لما حكت رزان مثلا عن موضوع المدرسه اثرت فيني. طب ليش اثرت فيني؟ يمكن انا لاني ما كنت مثلا محبوبه بالمدرسه مثلا فور اكزامبل، او يمكن انا لانه عندي هيك فلاش باكس برجع فيهم للمدرسه بايام مثلا ما كنت شاطره، او كنت شاطره كتير. يعني هذا اللي الرفلكشن اللي بحكي انا عنه. لما تكون جلسه المديتيشن بقول له للحدا، للشخص اللي معي، انه بليز بس نخلص المديتيشن بس اقعد يعني هيك 5 دقائق مع حالك، وفكر انه مثلا لما اخذت نفس ما قدرت اخذه، او لما جبت لك سيره الموضوع هذا حسيت البين مثلا بكتفك، او حسيتي البين برجلك، او حسيتي البين ببطنك. ليش مثلا؟ هل بذكرك بذكرى معينة؟ هل هو أنت لما صار معك هذا الإشي كان مرتبط بإشي معين؟ هل أنا بذكرك بإشي معين؟ فهذا هو هضم المشاعر. هضم كله بيرجع المشاعر بقى إنه شوي للوعي الذاتي. وانا يعني بدأت من كام سنة ان انا اخد بالي انا بفكر ازاي.
انا بتكلم مهم. ازاي؟ طب انا بقول كده ليه؟ طب انا ايه الهدف من اللي انا قلته؟ طب ما كانش له لازمه. طب انا كان عندي حاجه كنت عايزه اوصلها. في حاجه قلتيها دلوقتي، انت ما بتحبيش تاخدي مساعده. انا فعلا، ويعني هما ارتبطوا بحاجتين: تحبيش تاخدي مساعده وانت بترهقي نفسك، وبعد كده بتاخدي بالك. الهوليدي اللي عدت انا تعبت جدا، بتهيألي ده اضعف جهاز المناعه بتاعي، فعيت. فبتهيألي البوست بتاعي كان مش عارفه، بيقول لي انت شكلك هتعيا. قلت له انا مش عيانه، انا تمام. هتقول لي انا عيانه؟ بعدها بكام يوم عيت. الاسبوع اللي فات بيقول لي انت مش قادره، انا ممكن اقول للشخص الفلاني. كانت تقول له انا عمري طلبت منك حاجه؟ انا جيت قلت انا مش انا كويسة. مش انا دايما باخد بالي؟ انا عمري جيت قلت لك اعملي حاجه؟ خليك في نفسك، محدش طلب منك، محدش طلب مساعدتك. انت بتقولي الكلام ده؟ مايك. طب احنا مش قلنا جانا، بننتقد؟ انا يمكن قلت لك اياها المرة الماضية، انه مثلاً استاذ اليوغا الشاطر، انا مثلا I'm not a yoga instructor، بس انا أمم، بعطي يوغا كجزء من الثيرابي. قلت لك مثلا باليوغا الانستركتور الشاطر هو اللي بيعطيكي كل حركة وبيفسر لك بالآخر ليش أعطاك إياها. صح. يعني اتس نوت بس أنا أعطي flexibility. أنت حكيتي نقطة كتير مهمة، مثلا المساعدة، وأظن يعني حكيت لك إياها المرة الماضية. أنا لما أكون بالتوازن، لما نكون عم ناخد توازن او البالانس، بقول له للشخص اللي معي للكلاينت، بقول له انه مثلا هلا بدنا نتوازن، نوقف على رجل واحده وناخذ نفس وتو بريذ ان، ونوقف بتري بوز اللي هي على اجر واحده. ففي ناس بتوقع، في ناس فانا بقول له بليز انه قبل ما تبلش توقع وقبل ما تبلش كذا، اذا في جنبك ديسك حط ايدك، اذا في جنبك حيط حط ايدك. بس يخلص السيشن بحكي له طبعا في عندنا نحن اخر اليوغا شيء اسمه وضعيه الشافاسانا، اللي هي وضعيه الاسترخاء التام. فبهاي الوضعية احنا لازم يعني نهضم اللي صار معنا، او نحكي عن يعني هي الخلاصة الاشياء اللي صارت معنا. فانا بقول له انه شايف لما انت حطيتي ايدك على الحيط او حطيتي ايدك على الديسك، هل هذا بيعني انه انت مش شاطر باليوغا او انا مش شاطرة باليوغا؟ انا طب ما انا من ايام الكورونا كنت يعني اخذ سيشنز يوغا، مش مديتيشن، يوغا. وبعدين اخذت يعني انتنسيف يوغا، وانا بعتبر اليوغا شفائية وشفتني، يعني نوع من الشفاء كان جزء كتير كبير منه على اليوغا. طيب هل هذا بيعني اني انا مش شاطرة؟ لا، هو بيعني انه اذا في سند استخدميه، ليش يعني ما تستخدميه؟ او استفيدي منه، بدناش نحكي استخدميه لانه مرات احنا بنكون عم نحكي عن بني ادمين. انه أمم. معلش use يعني the help of somebody او ask That's the true. help of somebody. عرفتي There- كيف؟ There's it's also okay. something else not to interrupt you. You mentioned إنه I hump my shoulder. what happened? That's funny thing. أنا هقول لك الكلام ده هنا على الهلن. فأنا بفتكر كنت وقتها متجوزة، فأنا بتفرج على صوري من أيام الهاي سكول، فلقيت عندي انحناء غريب في ظهري. فبصلي انا عمري ما خدت بالي من الانحناء ده، خليني اروح اشوف. لقيت ان عندي سكوليوسز في الجهه اليمين اكتر من الشمال من غير ما اخد بالي. وابيرنتلي عشان انا قضيت طول وقتي بعمل كده، فده عمل خلل في السباين. بيطلع ازاي؟ اليوجا لما بدات اعملها الانحناء خف بشكل كبير غير صح. يعني انا مجرد لما بعمل الحركه دي مثلا او يعني من دلوقتي ممكن يعني ايدي يلمسوا بعض هنا. يسوا بعض. اها، قبل كده ما ممتاز. كانوش، ما كانش سبيشال في المنطقة دي ما بتنزلش يعني. دي ما كانتش بتنزل أكتر من كده. شوفي انا هسه احكي لك بالايرفيدا كمان، يعني عشان اطمنك اكثر انه بالايرفيدا انا بيهمني شغلتين باليوغا: افتح صدر، مهم. اوكي، القلب مع الرئتين، وافتح حوض. أنا عارفة إن الحوض اللي التروما هو بتبقى متخزنة هنا في الحوض، دي معلومة بالضبط عرفتها. أها. للتروما، يس. مهم. وتخيلي انه كمان this is linked to our jaws، مهم. our hips والبلفس تبعنا، كتير linked للجوز هون. ففي ناس ما بتكون قادرة تعمل، خاصة يعني شوي كبار بالعمر، بنستصعب معهم اليوغا، غير تشير يوغا بيعملوا. فإحنا بنحاول نقوي لهم عضلات الحوض بإن نشغلهم واو. عضلات دي متصلة تخيل قديش بدي. انتر كونكتد يعني. واو. تخيلي أوكي. جسمنا يعني. واو. أوكي. اما ديلي، اذا بدك تحكي على الديلي بيسز، انا لما اشتغل يوميا واتعب او ستريسد، هون ببلش الوجع من مم. الرقبه لحديت الكتف. هي اناتومي، في جزء منه كتير أكيد. تشريحي، في جزء منه فيزيكال اكيد كتير، بس في جزء سبيريتشوال وات ووردز انه الواحد يعرف عنه صح. وانه يتبعه وانه يخليه جزء من حياته يعني. وأنا بقول لك الهيلينج هي مرحلة واحدة، بس الاستمرارية أكيد بحاجة إنه يعني الواحد يضل يعمل efforts. بس أكيد. الهيلينج أنت مرة واحدة يمكن بحاجة إنك تفتحي قلبك عن جد وتطلعي اللي وأنا جواتك. أنا حاجزة بكرة إن أنا رايحة للسبا كل يوم علشان أنا جسمي ممتاز.
عشان انا خارجه من عيا، فانا جسمي اوريدي بيوجعني زي ما انتي قلتي لي. المنطقه ان دايما بيبقى عندي وجع في المنطقه دي، انا عارفه ان المنطقه غير مستقره. ولما رحت برضه مهم. للدكتور قال لي it's too late to fix this right مم. now، خلاص انتي كبرتي بقى على الكلام ده. عشان كده بحاول اصحى على قد It's ما اقدر. never too late. أول إيش بدي أحكي لك، بدي ما أحكي عارفه، لك هو قال شغلة. لي انت العظم عندك خلاص it is what it is. هلا شوفي، لما يصير في بالعظم يعني المشكلة شوي بتكون أصعب، امم. بس it's never too late. وأنا بقول لك أنا من الناس اللي تغير شكل ماي نك وتغير شكل هون، حتى هاي كان عندي همب من هون، واو. تغيرت تماما مع اليوغا. وحتى أنا مع هاي تنفيخ الرقبة ما كان عندي، يعني كان ما في سبيس بين الرقبة والصدر واو. بالشيء اللي أنا كنت تعبانة فيها. بس اللي بدي أحكي لك إياه كمان، إنه أنا كان في عندي دكتورة بريتش، هاي كانت تحكي انه انا ما بمرض، لاني انا فاهمه كثير انه او في كونكشن كثير كبيره بيني وبين جسدي. فقلت لها يعني انا كنت من الناس اللي قلت لها انه طب يعني ما بتفلوزي you don't get انه common cold او امم. الفلو العاديه. قالت لي when I get it this means انه انا كثير عم بتعب. اوكي، فانا I makes get sense. الفلو فهي شي جيتس فلو عادي زينا، وبصير عندها الكومن كولد والرشح وكذا، بس هذا إشارة من جسمها إنه أنت كثير عم yes. تتعبي، ريحي حالك قبل ما yes. يكون إنه فايرال وإنه يكون إشي بيولوجيكال، إشي يكون فيزيكال. طب دلوقتي انت اتكلمتي عن فاكتورز كتيرة. انت قلتي التغذية، النوم، اليوجا، التأمل. بس في نفس الوقت قلتي انت عايزة تعرفي الشخص ده هل هو راجل هل هو ست. بتفرق ايه من راجل لست في الفاكتورز اللي انت عملتي؟ بتفرق ايه صحيح. من شخص متجوز او من شخص عايش لوحده او شخص عنده اطفال او شخص ما عندوش اطفال؟ بتفرق ازاي؟ بتفرق لأنه إحنا أصلا نحن يعني التندنسي أصلا هلا الترند هذا اللي ماشي إنه كيف بتقوي طاقتك بتقوي طاقتك الأنثوية وكيف بتقوي طاقتك الذكورية. إحنا عندنا two parts. اوكي. هلا انا مثلا لما صار عندي البين على الليفت سايد، طبعا الدكاتره قالوا لي انه صار يسموه اسماء علميه يعني، واسماء كونديشنز. بس هو هلا انا بعد ما انا صرت دخلت سبايريتشولي، هي الجزء اليسار منها هو الجزء الأنثوي، هو الجزء اللي فيه ايموشنز أكتر، واللي مرتبط بالجهة اليمين من الدماغ. عشان هيك أنا هلأ لما بدي أقوي الصفات الأنثوية عندي، بعمل التنفس المتبادل وبعمل الأشياء اللي أنا بوصل الأكسجين لهون أكتر عشان يعطي سيجنال للجهة الشمال إنها تكون أقوى، وإنها ما يصير فيها خلل أو اضطراب. فإحنا عندنا هدول القوتين. إذا نحن صار عندنا تبادل بالأدوار بحياتنا، يعني لنفرض المرأة صارت إذا كانت عيلة، صارت هي بس اللي تشتغل، هي اللي بتصرف، وصار الأب هو اللي بيطبخ وهو اللي بينيم وهو اللي هذا، هون بصير في عندنا بالانس بالمجتمع او الكوميونتي الصغير. بس بعدين بصير ريفليكشن على البادي. اوكي. لا. بصير هون بصير في امم. عندي مشكلة، إن أنا بصير في عندي مشكلة بالجزء الأنثوي ومشكلة بالجزء الذكوري. لأنه أنا عندي بالأنثوي حتى لو أنا كنت أجنبية أو كنت عربية أو كنت من هذا المجتمع، عندي تندنسي إني أحضن، عندي تندنسي إني أتذوق الأكل. إني صحيح أوكي في عندنا شيفs مرات بيكونوا كتير ميلز، بس ما بيكون فيهم اللمسة الأنثوية. في أشياء يعني كتير بتاخد منحى أنثوي، وفي أشياء كتير بتاخد منحى ذكوري. فالايموشنز عادة او جزء الايموشنال من جسمنا بيكون فيه تفكير، بيكون فيه ابداع، بيكون فيه مشاعر. اذا كان فيه مشاعر بيكون في عندنا مشاكل بشكرات السفلية. الجزء الذكوري لا، بالعكس هو راشنال اكثر، منطقي اكثر، فيه فاينانشال اكثر، بيفكر بالفاينانس اكثر. احنا لا، بنميل في عنا تندنسي عاطفية اكثر. عشان هيك بتلاقي كثير انت بتستغربي اذا لقيتي شاب وكثير كان ايموشنال، مع انه هو يمكن يكون عم يعبر عن حقيقة مشاعره، هو امم. عن جد هيك، هو مش إنسان غلط. بس لكن هو في عنده صار شوية اختلال الاتزان. كيف البيت بقول لك، إذا بتحسي إنه تبادلتي أدوار it's wrong، يعني ما بصير، ما يعني في إشي صح وفي إشي غلط بتكوين الحياة. ولازم وجود الأم والأب، أو لازم وجود مثلا الدور اللي أنا إنه، يعني أنا بتذكر مرة مثلا من المرات، يعني هلأ ذكرتيني إنه مرة اشتغلت شغلين، كل شغل كان 8 ساعات، فكنت أشتغل 16 ساعة باليوم. واو. فكان معي ماي اون كوميونتي اللي بديت معها بالايرفيدا. امم. كنا نعمل ماستر كلاس كل اسبوع تقريبا. فوقتها حكيت لهم هيك، وكنت كتير متأثرة انه انا I'm so tired، مش قادرة يعني، كتير tired، وانا اصلا طالعة من مرضى، يعني مش اني كمان
فاجت قالت لي وحده طب انت مين قال لك انه انت زلمه مش امراه يعني؟ قلت لها يعني هذا كثير هاي النظره انه يعني غلط، انت يعني بتفكري انه الزلمه بيقدر اكثر منها. قالت لا بس الاحتمال التحمل عفوا عند الرجل اكثر من التحمل عند المرأة بالنسبة للتعب عم نحكي. فصراحة وقتها رجعت فكرت بعد ما سكرنا، شو بقول لك لازم نهضم المشاعر، فكرت معها حق انه انا مش قادرة استوعب هذا التعب، مش قادرة استوعب التعب، مش قادرة استوعب الفكرة، مش قادرة استوعب التعب الجسدي اللي انا فيه. وكمان يعني خليت انا عن حاجة تانية كمان، انا صححي لي معلوماتي، يو ذا اكسبرت عن موضوع السايكل سينكينج. يعني انت ممكن تكوني تعبانة في وقت من الشهر، في وقت تاني تكوني يعني تخلصي شغل 10 رجالة في نفس الوقت اللي انت هيجي بعدها صح باسبوع مش صح. هتقدري تعملي فيها اي حاجة. ففي ups and downs. انت لمستي نقطة كتير كتير مهمة انا بشتغل كتير عليها اللي هي الهرمون. مهم. هلا في ناس بتفكر انه احنا بس نحكي هرمونال دغري احنا عم نحكي استروجين وبروجسترون وتستوستيرون، لا. الهرمونال هدول التو هرمونز اللي هم الاستروجين والبروجسترون فيهم سايكل، وبيأثروا على الكورتيزول، بيأثروا على هرمون التوتر، بيأثروا على السيروتونين اللي هو هرمون السعادة، وبيأثروا على الميلاتونين اللي هو هرمون النوم، وبيأثروا على الأكسيتوسين اللي هو هرمون العاطفة أو الإحساس. فهاي سايكل. وبيأثروا على التستوستيرون كمان، يصير في عندي مشاكل every month بالبيريد، ورح يصير في عندي مشاكل ممكن بعدين بالخلفة، وممكن يصير عندي مشاكل تنعكس على السكن والهرمونال، وممكن عندي تصير كرامبس، وممكن يأثر على عضلاتي، وممكن يكون أنا كثير معصبة، وممكن يصير عندي خف شعري. وكلها هاي إشي ريليتد للهرمونز وأنا مش عارفة. وبعدين يعني في نقطة كثير مهمة للناس اللي بعمرنا ديانا، احنا صغار لساتنا فأنا اللي بدي أحكي لك إنه في نقطة كثير بنهملها، إنه بنفكر أو بنخاف إنه إحنا كثير قريبين للمينوبوز. إحنا مش مينوبوز، في إشي اسمه بيري مينوبوز اللي مهم. هو الفترة اللي بتسبق المينوبوز، يا وهاي ممكن تمتد ل 15 سنة. بري منopause فهاي 15 فيها سنة. واو. في ناس بتبدأ فيها من ال 35 لل 50. امم فتخيلي انه احنا عندنا 15 سنة بنعاني فيهم من fluctuations واحنا مش دريانين عن حالنا. اذا اعترفنا بنكون كأنه قلنا انه نحن وصلنا للمينوبوز، اذا ما وهل اعترفنا وهل ده طبيعي ان انت تبداي بري منopause من سن 35؟ طبعا كثير طب طبيعي. ايه ليه السبب ده it's too early، يعني ده بدري صح، هو قوي. السبب ده والسبب اللي عم بيصير عندنا بي سي اوز اذا تسمعي بالتكيس المبايض والمشاكل الهرمونية اللي صارت تصير، انه كثير صرت تسمعي عنها لدرجة يعني نادرا ما يروح اي وحدة تروح تراجع جاينو او تراجع اي حدا الا تلاقي عندها مشاكل بهدول الاشياء. مهم. لانه احنا اكلنا تغير، امم بناكل كتير أكل معلب، بناكل بوقت مش مناسب للأكل، بننام بوقت مش مناسب للنوم. فهو أول إشي لما تضبطي ساعتك البيولوجية على الأكل والنوم، أول إشي بتأثر الهرمونات، فهون بتبدأ السعادة. يعني ايه في وقت اكل فيه ووقت ما اكلش فيه؟ يعني مثلا أنا لما يبدأ معي حدا بقول له يعني اعمل أي إشي، كل وجبة، كل خروف محشي كامل، بس ما تغير لي ساعة الأكل عن التنتين إذا اتفقنا على تنتين، لأنه الساعة تنتين عندك الأغني اللي هي بالسنسكريتي النار الهاضمة أو الدايجستشن بيكون أعلى ما يمكن بهاي الساعة. فأنا لما أعوده كمان أكثر للجسم، هو هيك الله خلقنا الساعة تنتين عنا إياها هي فعليا أقوى ما يمكن. وأنا لما أعود جسمي كمان وأتعود إني آكل بهاي الساعة كمان، أنا بكون يعني رجعت للطبيعة وقويت هذا الإشي أكتر، فبصير عندي full digestion، ما مم. بصير عندي partial digestion، لا بتعب لا بنصح، ولا بصير في عندي partial digestion اللي هو إنه ما بينهضم جزء من الأكل وإشي بيتخزن، وإشي بيروح بيصير توكسنز، وإشي بيعطي ثقل على الكبد، وإشي بيعطي ثقل على الجسم كامل. فهو في عن جد فعليا إحنا عندنا الساعة 10 الصبح، الساعة 2 الظهر، الساعة 6 ونص المساء، هدول أعلى ما يمكن فيهم الدايجستشن او الاغني. هلا احنا بنعمل شوي مرات هيك يعني مودريشن، او شوي مرات بنعمل مانيبيوليشن عشان انه نظبط، لانه مش كل الناس تقدر تاكل تنتين، او مش كل الناس تقدر تخلص ستة. في ناس ترجع من شغلها ستة مثلا، صح. نقول له اوكي خليك للسبعة ماشي، بس مش تاكل على الساعة 10. كل على الساعة 10 يعني أنا صحيت كل السيستم وغيرت السيركوليشن وبدأت ترجع تروح على معدتي، وبدأ يومي من جديد الساعة 10 بالليل وبرضه كمان partial digestion، ونصحت وما نمت منيح وحلمت أحلام بشعة صح. وكانت ليلتي سيئة
فإحنا لما نبعد عن الطبيعة إحنا عم نتعذب. أنا أول شغلة عملتها كانت إني قطعت السكر. أول شغلة هون حسيت بقيمة إيش يعني سعادة. حسيت بقيمة إني أنام بعمق، حسيت بقيمة إني ما عندي بين بعضلاتي. ما هو البين إيش ناتج إذا بدنا نحكي فيها بيولوجيا؟ يعني ما تفكري كل إشي طاقة، وهذا هو علم. هو إذا بدنا نحكي علميا هو لاكتيك أسيد. لاكتيك أسيد هذا بينتج نتيجة تعب العضلات. طب تعب مم. العضلات من إيش بينتج؟ بينتج لأنه العضلات عم تنتج طاقة. طب إنتاج الطاقة من شو بينتج؟ من إني عم باكل سكر. طب لما ناخذ سكر معناته أنا إذا بدي أتوقع إني أنا أتعب أو أتوجع أكثر. فأنا مجرد ما قطعت السكر قطعت عليه الطريق، صرت واو. أقوي أعطيه بروتين اه. بدل ما أعطيه لاكتيك أسيد. فبهون تبلش السعادة. أنا سعادتي بلشت بس قطعت السكر. واو. شوفي قد ما بتنبسطي بتحسي انه يعني اولها بتكون كريفنج، في كريفنج اكيد، بس بعدين قد ما بتحسي لذة الشعور انك تصحي مرتاحة وتنامي مرتاحة وما عندك هاي التاكيكارديا او القلق او الخوف او الرياكشنز الكبيرة او كذا، بتصير تقولي لا انا ما بدي اتخلى عن هذا الشعور بلا مهم. السكر. فهي يعني ديانا إذا بدنا نحكي عن السايكل جدا مهمة. لا إذا نرجع للأساس السؤال، جدا مهمة از هرمونال، بس جدا مهم انه نعرف انه في فيدباك. يعني مش بس استروجين وبروجسترون، لا عندنا كل الهرمونز بيدخلوا مع بعض. تي اس اتش، سيروتونين، ميلاتونين، اوكسيتوسين اللي هي هرمونات السعادة، ميلاتونين هرمون النوم، الهرمونات الأنثوية، الهرمونات الذكرية، هرمون الغدة الدرقية، كلها هذول بيعملوا فيدباكس. واحد برد على الثاني، واحد برد على الثاني. فإحنا إذا زبطناهم إحنا حنمشي كل الشهر بشكل طبيعي. بس إذا ما زبطناهم رح نعاني، لأنه وقت اللي بيطلع الاستروجين حيطلع نار افتر بس تخلص السايكل اللي هو أول السايكل الثاني. مم. بعد ما تبلش الاستروجين يكون طالع وأنا كثير أكتف وبدي أعمل أنشطة وبكون كذا، بيجيني البروجسترون وبينزل الاستروجين، فأنا بحس حالي إنه طاقتي هبطت كثير، وبصير عندي سويتنج، وبصير عندي بالليل سويتنج بالليل، وبصير ممكن عندي الفلاشينج تبع الخدود، بصير عندي نوبات الغضب، ممكن يصير عندي نوبات الهلع البانيك اتاكس، وبصير عندي الانسومنيا، وانا مش عارفه ان السبب هرمونال. باجي بقرب لاخر الشهر او اخر السايكل بكون عمل دروب للبروجسترون، عمل دروب الاستروجين، بكون انا بقمه الاضطراب الهرموني، بكون انا معصبه، بكون انا عندي مش طايقه جسمي، ما بتحمم، اذا تحممت مشكله، اذا ما تحممت مشكله، بحس ببرد، بحس بشوب، كل إشي ممكن، أي أكلة ممكن تضايقني، بحس ببلوتينج انتفاخ، بحس بأوجاع ببطني، بحس حالي نصحانة أو بحس حالي نحفانة. في ناس العكس يعني. أوكي بحس شعري كمان مزعج. كل هذا أنا مش مسؤولة عنه، بس أنا مسؤولة عن النتيجة. أنا مش مسؤولة عن اللي عم بيصير، بس أنا مسؤولة أنا كيف صرت هون، كيف أكلت، كيف نمت، كيف تعاملت مع حالي. بعدين عشان كمان يعني نعطي أمل للناس إنه في كتير هلأ عنا صار أعشاب بتساعدنا، مش ضروري أنا أخضع لهرمونال ثيرابي. يعني حتى لو أنا كنت ضحية هرمونال امبالانس، أو إني أنا ما انتبهت لحالي قبل، وهلأ إنه مش قادرة أسيطر على الوضع. قبل ما أنا أسيطر يعني أنا ما باجي بقول لك خلص ديانا يلا اليوم وقفي سكر. أوكي أنا عملت هيك بس مش كل الناس تقدر تعمل هيك. مم. أنا بقدر أعطيكي مثلا وحدة من الهيربس تمشي عليها فترة، بتنظم لك هرموناتك، لحالك بخف الكريفنج على الشوجر، لحالك بخف المود سوينجز، ترجع كل إشي طبيعي. ساعتها بترجعي أنت بتمشي على دايت صحي أو دايت مناسب. بدناش نضل نحكي صحي، بنحكي مناسب للطبيعة الإنسانية. ساعتها بتمشي الأمور. يعني كتير في الأيurveda والحياة ورب العالمين هدول كلهم رحيمين. ربنا يعني رحيم. يعني انت يعني احنا ممكن نقول ان الايروفيدا ممكن تعمل ريفرس ايجينج، يعني طبعا ترجع طبعا really طبعا طبعا. أنا بتوقع حالي إني أنا بعد كم وتقلل سنة أصغر أكثر. وتقلل من وتأخر وقت المينوبوز as much صح as مزبوط. possible. مزبوط. أنا مثلا كثير أنا بتغنى يعني ببشرتي إنه الحمد لله، يعني بعد ما إني أنا ما بحط لا سوري مش صن بلوك ما بحط لا فاونديشن ولا بحط كونسيلر ولا إشي. أنا هيك بس بحط الآيلاينر وبحط ليبستيك اونلي. انا بس بقول لك انا في فترات مرقت كان كثير يبين عندي تحت عيوني اسود، وكان يبين عندي اللاينز هدول، ولهلا عندي هذا اللاين شوي مم. مبين.
بس انه مثلا لوحده بعمري بلاقي حالي انه كتير كويس. صح. يس، هاو تو ايزلي بالبريذنج، ايزلي باليوغا، ايزلي بالمديتيشن، ايزلي بالريلاكسيشن، ايزلي بالتايب اوف ايتينج. easily. I love the fact that you saying easily. لأنه يعني أنا عم بعمل من كل إشي شوي. أنا ما بصحى الساعة 4 الصبح بضل 8 أعمل روتين الصباحي. أنا معي 30 دقيقة ومرات معي 20 دقيقة أخلص ماي روتين، وكلنا هيك. وإذا كان معك 15 مرات بيكون كتير بيرفكت. حتى هلا أنا مثلا عندي 21 مديتيشن مع جروب، سوري 21 بضلني احكي مديتيشن لاني انا دخلت في مديتيشن 21. 21 day challenge for Ayurveda. لانه هو احنا عندنا انه اذا يعني الدراسات هي اثبتت انه اذا الواحد ضل 21 يوم على عاده معينه بتتغير فيها، يعني بتصير جزء من حياته. فهلا احنا كل يوم انا بعطيهم عاده جديده، بس ما بعطيهم يعني مثلا اول اسبوع مثلا كانت عندي الفيدباكس او الناس صاروا يحكوا لي اللي معي مسجلين انه ما عندي وقت، انا يا دوبني اصحى البس الاولاد او البس انا واطلع. انا بطلع اصلا مين قال لك اني انا بقدر اعمل هالشيء؟ بس it takes 1 minute to clean your tongue. It takes 1 minute لأنك تعملي مضمضة لتمك بالزيت. It takes less than 1 minute إنك تاخدي البريدنج اللي هو البطني، اللي إنك تعبي يور تامي بالهواء امم. وتطلعي. يعني كلهم على بعضهم ما بياخدوا 15 دقيقة. مش مطلوب ليه، عشان هيك بقول لك ايزي. واو. انه طب انا بدل ما اخربط حياتي كلياتها واخربط هرموناتي واكل الساعة 5، ليش ما اكل الساعة 2 واخلص حالي؟ هلا في اشياء مثلا احنا مفروضة علينا، مثلا والله ناس تشتغل شيفتس بيشتغلوا الساعة 9 لثاني يوم الساعة 9 الصبح. هدول يعني احنا بالعكس انا كتير بحاول يعني اكون معهم، يعني نظبط قدر الامكان، لأن هدول عن جد بيحزنوا، يعني مش بايدهم الموضوع. بس برضو الأيurveda رحيم، وبرضو رب العالمين رحيم، نقدر نعملهم الروتين تبعهم المناسب. يعني حتى هدول هاي اللي حتى هي الكيس اللي أصعب كيس بنقدر نحلها. أو مرات ما بيكون الموضوع بإيده للواحد، زي اللي عندها بيبي. شوفي قديش بنجنوا انه اول فتره انه ما بينام بالليل، او بيكون انه صعب وتمشي وتتحرك، واللي بتكون بريست فيدينج وكذا. كيف بيتأقلموا؟ كيف عشنا؟ كيف جابونا أمهاتنا؟ كيف عاشوا كل الناس؟ تأقلموا. يعني انا عايزه فهي احكي على حاجه التأقلم. هنا في الايروفيدا، عشان انا اكيد لما تيجي حد تقولي لحد انا دخلت مثلا او انا بنصحك تعمل ايروفيدا، يعني حالي بحياتي فوقاني تحتاني اعمل ايه؟ أنا دلوقتي انا عندي مسؤوليات، عندي حاجات كتيره. اللي انت بتقولي ان هي مش هتبقى صعبه زي ما انت قلتي ايزلي، انا مدخل حاجات خفيفه على روتينك اللي اوريدي عندك، عشان تحسنه مش عشان تنسفه. صح، اكزاكتلي. حتى امم. انا بقول لك ديانا، مثلا خلينا ناخذ انت اكزامبل. لو انت مثلا هلا حبيتي انك تكملي معي، اول شيء ببدا معك بديتوكس فور 3 دايز بالنسبه للاكل. الديتوكس هذا بيتخلى له كمان، يعني هم اول 3 سيشنز بيكونوا ورا بعض قريبين كتير من بعض، لانه 3 دايز بس عندنا ديتوكس. بنعمل ديتوكس للمكان كمان، يعني ايه وبنعمل ديتوكس؟ ديتوكس. يعني ايه ديتوكس للمكان ده؟ طب ما اه ديتوكس الاكل وفهمناه، ديتوكس المكان يعني ديتوكس ايه؟ الاكل، بس عشان اعطيكي نوت، ديتوكس الاكل ما بيكون صعب، لانه احنا بنرجع بنحكي انه احنا اخذين هذا العلم من ناس كتير بسيطين. فما بطلب منك روحي جيبي جبنه لايت وروحي جيبي لبن لايت. حاجات كتير بسيطة. هاي أولا. ثانيا بنعمل ديتوكس للمكان، اللي هو إنه أنا كيف أشوف هذا المكان أرفع طاقته. يعني أنت مرات بتدخلي على البيت بتحسي قلبي قمط أو هيك قلبي سكر. او مرات بتروحي ان افيكيشن، بتفوتي على غرفه باوتيل بتحسي حالك انه فيها اشياء، هاي الغرفه مش مريحه، او هذا المكان مش مرتاحه انا. ممكن يكون اللي قبلك ما كان طاقته عاليه، او واو. عرفتي؟ او كان ده طاقته بيفرق. بالضبط. طبعا عشان هيك لما ندخل على المستشفى وندخل على غرف نحس بانقباض، حتى لو مش احنا مريضين، لانه امم. كلها بين المستشفى. عشان هيك يستحسن انه احنا ندخل غرفه مستشفى، نفتح شبابيك، نشغل اذا مثلا اذا احنا دينيا يعني حابين انه نشغل قرآن، اذا احنا مش حابين هذا بنشغل اصوات طبيعه، اذا احنا حابين مثلا امم. ميوزك بنشغل ده صوت ديتوكس الميوزك. للمكان. لا ديتوكس للمكان. مثلا انه بنستخدم الخل بالتنظيف، بنستخدم الملح الخشن. هاي للتنظيف الديتوكس، مش دائما، مش كل يوم حتى تتعزلي يعني مرة واحدة، عرفتي كيف؟ فهذا ديتوكس المكان. وطبعا في نوايا وفي affirmations وفي intentions وفي انت كيف بتخاطبي المكان. وفي انا طبعا بكون معهم يعني بالديتوكس هذا، واقول لهم مثلا اعملوا لي ديتوكس لواحد من واحد من الجوز تاعونكم، اي جرار بدكم اياه، وفرجوني كيف قبل وكيف بعد. فهو هذا لحاله بيرفع طاقة الانسان، عرفتي صح كيف؟ مظبوط هذا صح. ديتوكس المكان. انا من انصار ديتوكس. الديكلاترينج، انا من انصار ان شيل وارمي.
أنا معك. عامل مكان. أصلا هو في كوزميك لو اللي هو إنه ما بتحصل على إشي جديد إذا ما تخلصت صح من صح القديم. صح صح. فهذا 100%. ففي ناس اصلا اوريدي ما بيغلبوكي هيك، بس انا مع هيك بقول لهم اعملوا هذا التمرين لانه انت عم تعملوا ديتوكس. خلينا نرتفع كل شيء طاقيا. بيجي الديتوكس الثالث اللي هو ديتوكس العلاقات. ديتوكس العلاقات هو شوي اصعب واحد اكيد. بالديتوكسز، لانه هو اصلا كلمته يعني بشعة واحد ما بده يقطع علاقته بالناس اللي بيحبهم. بس في ناس عن جد بتكون سلبية. بقول واحد انه انا مثلا يعني this is my mother او this is my father او هدول اولادي، كيف يعني اقطع علاقتي؟ هي مش تقطع علاقتك، هي بس تقطع تأثير العلاقة سلبيا ازاي ده ممكن يحصل من غير ما اقطع علاقتي؟ من خلال التأمل. المديتيشن امم. هذا تأمل هو بياخد حوالي ساعة، فأنا بخليكي توصلي لدرجة إنه أنا بصير يعني أخاطب العقل الباطن فيكي، وبعدين بنقطع العلاقة الطاقية، ما واو. بنقطع العلاقة الإنسانية. لأنه هي العلاقة شو في either it nourishes you أو depletes your energy. صح صح. حتى أولادي أنا إذا أنا كتير خفت عليهم فأنا واقفة بطريقة تطورهم وأنا فقدت نفسي. مهم. برضه كمان حتى اللي هم شوفي قديش العلاقة بين الأم والأولاد أو الأب والأولاد أو السبلينجز مع بعض، مفروض إنه يكون في حد للعلاقة، ما يأثر على تطورك أو ما يأثر على رحلتك. فهون بتيجي العلاقة أو الديتوكس العلاقات طب هل ده relationships. بينطبق على الناس مثلا طالعه من بريك اب او مش عارفين تو موف اون، هلا لسه شوفي أنا متعلقين بعملها طاقيا regardless. انا بعملها ريجاردلس لانه اه احنا كلنا بحاجه انه ننظف علاقاتنا، ما في حدا عايش صح. لحاله. نحن بنختار 4 اشخاص بهذا المديتيشن. شخص انت ما بدك اياه بحياتك، يو ايذر في بريك اب او ايذر ريليشن شيب فريندشيب مش كويسه، بدك تقطعي تاثيره فيكي، بدك اياه بحياتك، بدك توقفي هذا الاستنزاف اللي كان عم يستنزفك فيه. الشخص الثاني بيكون هو شخص بتحبيه بس هو نيجاتيف. امم. يعني واحدة صاحبتك أو أختك بس كل ما تحكي معها بتحسسك إنه أنت داون والحياة بشعة فأنت بدك إياها، ما بدك تقطع علاقتك فيها بس بدك تقطعي تأثيرها. الشخص الثالث هو بيكون عادة ابن، أو بيكون حدا بمثابة الابن. يعني ممكن أنت تحبي أولاد أختك، أولاد أخوكي، أو تحبي حدا أنت مثلا يو كير، يعني أنت اللي بتديري بالك عليه. ممكن مرات إحنا ندير بالنا على أهلنا، إحنا اللي نكون متحملين مسؤوليتهم. فهذول الأشخاص برضو كمان بنقطع علاقتنا فيهم، بحيث إنه طاقيا يبطلوا يأثروا فينا، بحيث نقطع إنه أنا علاقتنا دائما الطاقيه، مش ان طيب. انا اقطع الناس دول من لا حياتي وما لا لا اكلمهمش لا تاني خالص. أبدا. حتى الكلمة إحنا اللي بنكررها بهذا شو اسمه أحبك دائما لكن إنه أحبك بطريقة أخرى. I love عرفتي that. كيف؟ مم. قولي تاني كده. وبتيجي الشخص قولي الأخير قولي قولي تاني أحبك. كده. أحبك كثيرا لكن أحبك بطريقة أخرى. عرفتي امم. الطريقة اللي إنه does not deplete me أو does not deplete my energy، وبنفس الوقت ما بتوقف بطريق تطورك امم. أنت كشخص. يعني أنا إذا بدي أضلني خايفة على ابني أنا رح أعيق. أصلا في إحنا في حوالينا هالة طاقية امم. كل واحد. فأنا هلا إذا قربت أنا من هالتك التقية، حتى لو إحنا أونلاين أو سريع عم نحكي مع بعض على الإنترنت، أنا ممكن أعطيكي شحنات تضعف هاي الهالة الطاقية، وممكن أعطيكي شحنات تقوي هاي الهالة الطاقية. فأنا هيك بعمل مع ابني أو بعمل مع بنتي أو بعمل مع أهلي، بعطيهم هاي الشحنات اللي هي يا أما بتقويهم. بتخيل هاي هي الهالة، هي من رب العالمين. أول إشي جايتنا هي الحماية من الله، وبعدين تيجي من الشخص نفسه، وبعدين تيجي من المحيطين له. فأنا دائما بتخيل مثلا ابني إنه في هاي الهالة، لما أتخيله فيها بكون إنه خلص مطمنة الله اللي حامي مش أنا اللي حاميته. ده بيشيل من فأنا عنك حمل اساسا. طبعا لانه هو كمان اخذ بس يكون مستنزف من طاقتك. صح عرفتي كيف؟ صح. بتكوني انت خايفة، في خوف، في ستريس، في توقعات سيئة، في توقعات ممكن تكون يعني beyond his abilities كمان. عرفتي؟ او her abilities. فانت بتكوني بتأثري على حالك وبتأثري عليه. هذا الشخص الثالث. الشخص الرابع هو انت. قطع اللي هو علاقتي يعني معايا. اقطع علاقتي عمل السلبية، ديتوكس معايا. اقطع علاقتي مع الايجو تبعي. عرفتي اوه كيف؟ اوكي. هون يعني أنا كمان ببطل أخاف على حالي،
بصير اعتبر انه حتى لو انصبت انا بمرض ممكن اني انا اقدر اشفي حالي اذا ربنا مم. اعطاني طبعا القوه. او بقدر اني انا هلا مثلا بشهر 10 كتير، يعني قبل كنت كتير مثلا باكتوبر اللي هو بينك اكتوبر، كنت كتير لاني كنت يعني بالمجال الطبي كنت كتير اني انبسط بحملات التوعيه وانه لازم الفحص الدوري ولا هاي الاشياء. هلا كتير بستفزني هذا الموضوع لانه احنا بنقدر نحكي وقايه، مش نحكي انه نكشف عنه. نحن لازم ندور على حالنا نعمل وقايه منه، لازم نفهم الناس انه انتم بتقدروا تعملوا وقايه بالبينك اكتوبر، مش بس روحوا دوروا اذا انتم عندكم. صح. عرفتي كيف؟ صح. شوف قديش احنا نيجاتيف بهذا البرسبكتيف، يعني انه احنا عم نفكر فيه انه هو موجود، روح انت اكشف عنه بكير. احنا نقدر نعمل وقاية له. حتى انا I gave many sessions بهذا الموضوع، مم. انه how to protect او how to انك تعطي لحالك prevention against breast cancer. مهم. فهذا الديتوكس. فكنا عم نحكي عن ترتيب الخطوات، بس قلت لك الايرفيدا عالم يعني. صح، زي ما انتي قلتي هو عالم كبير. طب انا يعني انتي دلوقتي بتديني معلومات جميله ومفيده، طب ممكن لما اروح انا على التيك توك وحد يديني وصفه واعملها، ايه اللي بيفرق اللي انتي بتعمليه عن اي حاجات ممكن نلاقيها على السوشيال ميديا او على الانترنت المفتوح للجميع؟ هون ساعتها هاي المسؤولية الشخصية، هاي مسؤوليتك أنت قبل ما تكون مسؤوليتي أنا مسؤوليتي إني أعطيك معلومة صحيحة، بس أنت مسؤوليتك إنك تتحققي من المعلومة قبل ما تاخديها. في إشي منطق وفي إشي غير منطق، في إشي علمي وفي إشي غير علمي. يعني أنا مثلا لما أقول لك في هالة طاقية، أنا هون عم بحكيكي علم وروح ودين، ما مم. عم بحكيكي خزعبلات. بس أنا لما أقول لك امسكي دولار وقعدي تطلعي فيه وبعدين you will attract money، يعني انت بالكومن سنس كيف بيجي هذا التفكير صح. للواحد يعني؟ مم. اوكي انا ممكن اني I will attract wealth و I will attract money اذا انا كان عندي concepts تجاه الفلوس، اذا انا مثلا ما كنت بخاف كثير تجاه الفلوس، او اذا انا كنت مثلا بعرف انه الفلوس it flows، يعني بيجيني وبروح بروح وبيجيني. صح. ممكن I will attract money اكثر، بس انا مش بخلق الفلوس اذا طلعت على الدولار، يعني مم. ما في. او انا مثلا في واحد من الناس يعني واحد من الانفلونسرز انه بيقول قال اذا مسكت وضليتك تحكي استغفر الله استغفر الله استغفر الله بيجيك الفلوس. طيب يعني انه هذا يعني كيف؟ يعني اعطيني اي اساس له. مم. هل هو اساس طاقي ولا اساس علمي ولا اساس ديني ولا اساس ايش هو اللي الاساس؟ اللي انا بقصده، هل ينفع اي حاجه احنا بنشوفها نجربها علينا؟ هل اي لا حاجه تنفع علينا؟ ليه؟ لا. ليه؟ ليه؟ لأنه هي بقدر ما إحنا إذا بنحكي عن الأشياء الطبيعية هي طبيعية، بقدر ما هي أساس الأدوية وأساس السموم وأساس كل مم. شيء. فحتى الأعشاب إحنا يعني we are not allowed، أو أنا بالنسبة لي أنا يعني أنا عمري ما جربت مثلا نبتة هندية على حد من عنا من المنطقة. وهذا إذا كنت إذا فتي على ماي انستغرام بيج بتشوفي واحد من الفيديوز او الريلز الجداد حكيت عنهم، انه العشبة اولا هي اصل الدواء، هي اولا. وثانيا احنا جينيتيكلي بنختلف تماما عن الناس اللي بالهند والناس بالفار مم. ايست. فده بيفرق. فاحنا طبعا لانه احنا عندنا انزيمات بتهضم البروتينات يمكن هي مش موجوده عندهم. اعطيكي مم. اكزامبل، مثلا انا ابني مثلا ما كان يعني لحديت وقت قريب كان فيجن تماما، ما مم. ياكل اي اشي لحمه. هلا كان لما يوصل على البيت اذا انا طابخه اشي فيه لحمه يقول لي رح سري انه رح استفرغ او الريحه مضايقتني. انا بالاول يعني كنت افكرها انه دلع، بعدين لما صرت يعني اقرا اكثر عن الموضوع ودخلت بهذا الدومين اكثر، عرفت انه هو عن جد ما عنده الانزيمات الهاضمه لانه ما تعود ياخذ بروتين حيواني. مم. هو ما عنده الانزيمات اللي بتهضم البروتين الحيواني، فعشان هيك دغري الفاكتوري سنسوري سنترز اللي عنده اياهم اللي هم مم. المراكز الاحساس الانفيه، دغري رح تتحسس انه هاي ماده غريبه، عشان هيك حيتضايق وحتقلب معدته، حيحس بهذا الشعور. وبرضه كمان انا اعطيتك اكزامبل الاسبوع الماضي انه مره طلبت انا مم. وصديقتي بالشغل اللي هو الترافلز، بس احنا ما عنا اياه الترافلز بحياتنا يعني هو مم. اصلا ايجن اكثر. فطلبنا أكلة فيها ترافلز. فوقتيها أنا لما روحت على البيت قلت لك صار عندي هيك كرامبس مم. ومغص،
تفاجأت هي يوم الأحد لما اجينا على الشغل إنه هي فايتة مستشفى وصاير عندها زي فود بويزنينج. فلما أكثر يعني استوضحنا عن الموضوع، المطعم كتير مرتب كان، يعني مش إنه ما في يعني مجال إنه يكون بويزنينج، ولو كان بويزنينج كان أنا تسممت وكان الناس كمان اللي إجوا لهناك تسمموا. مم. بس اللي تبين إنه إحنا ما، إنه هذا التروفز إحنا ما عندنا البروتينات اللي تهضمه، إحنا مش متعودين اه. عليه، فعشان هيك عملنا زي فود بويزنينج. أنا فمش اي مثلا حاجه ما من كان يعني كتير. ما مش اي حاجه من عند العطار نروح نجيبها ونقول خليني اجرب في نفسي. لا بس مم. احنا عنا عشان يعني كمان تو فيل هابي وتو فيل سيف، وحتى يكون ثقتنا كمان اكبر بحياتنا وبحالنا وبالايurveda، انه احنا عنا كتير طبيعتنا احنا يعني بالميدل ايست، او الناس اللي خلقوا بالميدل ايست حتى لو سافروا برا زي قدي انا، انه احنا عنا كتير نباتات معمول عليها دراسات ومثبت انها انتي كانسر، انها مم. انتي شو اسمه اوكسيدانتس، انها انتي انفلاماتوري. فأنا إذا عندي هدول النباتات وعليهم كل هالدراسات، ليش أروح أدور على صح. أميجدلا وأملا وأبصر إيش؟ الكركم لحاله كنز إحنا عندنا إياها، مم. اللي هو التيرمريك. فالتيرمريك عليه يمكن آلاف الدراسات ومثبت ومعروف قديش هو أنتي أوكسيدنت وأنتي ايجينج وأنتي كانسر. فليش ما استخدمه؟ بس طبعا اكيد له طرق، يعني مم. عرفتي كمان مم. له طريقه كيف اخذه، كيف اعمل له اكتيفيشن. مش اي واحد يعني بسف كركم خلص خلصت صح. صح. الشغله. طب فلا I use what I have، او شغله مناسبه لحياتي. دلوقتي انت زي ما احنا قلنا، انت خرجتي من الباك جراوند الاكاديميه بتاعتك، ودلوقتي انت براكتسنج طب قديم بالاعشاب والكلام ده كله. هذا يعني ان احنا خلاص بقى، يعني احنا هل ممكن نستغني عن الكيميكالز، ممكن نستغني عن البيلز والكلام ده؟ بس انت كنت قايله لي انت برو فاكسينيشن، انت مع لا الفاكسينيشن انا جامد. لا انا ابدا مش ضد فازاي الكيميكالز. فازاي بتخلطي بين الاثنين؟ ازاي جمعتي بين ده وده؟ يعني يا ريتك كنتي معنا بالسيشن امبارح. امبارح كان عندنا سيشن حكت عن، مش بس عن الطب الحديث، حكت عن الاي اي اللي هو الارتفيشال امم. انتليجنس والاشياء الجديده. فانا كنت يعني ركزت بهاي الجلسه انه احنا ممكن ناخذ من ثلاث اشياء. ممكن ناخذ من الارتفيشال انتليجنس، ممكن ناخذ من المودرن ميديسن اللي هو الطب والدكاتره والميديسنز والادويه، وممكن ناخذ من الايurveda والالترناتيف ميديسن، وبنعملها البلند اللي تفيدنا احنا وتكون بكل بساطة مفيدة إلنا، يعني أستفيد بالشكل الصحيح بالوقت الصحيح بالكونديشن الصحيح. هل يعني انت عرفتي؟ يعني انت اتكلمتي عن الاعشاب اللي ممكن تكون هيلينج للكانسر وهيلينج للاوتو اميون ديزيز، هل ده ينفي وجود المودرن ميديسن زي مثلا الكيموثيرابي، العمليات، الكلام ده؟ هل ده يعني بيشيله خالص ولا بيشتغل يعني بيعملوا ايه مع بعض؟ هلا شوفي، هون دخلتي بناحية كتير يعني كريتيكال وكتير حساسة، اللي هي قديش الإنسان مؤمن بالشغلة اللي ممكن تعالجه. أنا امبارح كنت عم بحضر هاري بوتر واحد من السيزونز، مش سيزونز، واحد من البارتس بيحكوا مهم. لهم، كان عم يحكي إنه صاحبه كانوا هاي بيلعبوا اللعبة الجيم اللي هي تبعتهم. بيلعبوا، ايوه اه. الجيم. فانه كان يعني هو ما عنده سيلف كونفيدنس صاحبه ابدا، فقال له انه حط له البوشن تبعت انه your desire will come true. بس دخل اللعبه انه كتير ابدع وصد كل الضربات البلاسيبو وكلهم افكت. فأنا حكيت له her friend إنه this is cheating، يعني حكى لها إنه I didn't put anything، أنا I just told him إنه أنا I put it. يعني ف this is exactly اللي بيصير معنا. أنت قديش مؤمن بالشغلة اللي أنت عم تتعالج فيها. في ناس بترفض تماما الكيموثيرابي، في ناس بترفض تماما الالترناتيف ثيرابي، وفي ناس بتخلط بين الاثنين، وفي ناس بتنهار مجرد ما إنها تعرف إنه عندها كانسر. فقديش أنت عندك إيمان، قديش أنت ممكن توصل. بس انا برجع احكي لك، في عندنا حالات اكيوت، يعني يعني مثلا بدك سيرجري، بدك واحد داخل بنوبة مثلا أزمة، واحد داخل بفت مثلا صرع. هدول ما بقدر انا اجي اجيب له قاعد اجيب اعشاب واجرب عليه، ما في صح. مجال. يعني هذا بدي دغري اركض فيه على الاي ار، او بدي اعمل له سيرجري بسرعه اذا كان في تيومر. لكن انا مثلا اذا معي وقت، الشخص مش بحاله اكيوت، هو بحاله كرونيك، او مثلا خلاص هيز دايجنوزد وكذا، اوكي ببدا معه، ببدا باعشاب، بغير لايف ستايل، بغير حياته، بغير كل هاي الاشياء. ممكن اوقف المالجنسي، ممكن اوقف الكانسر، ممكن اوقف هذا الاشي اذا كان هو ساعدني طبعا، امم. لانه هذا الاشي لازم يبلش من عنده.
قبل ما يبلش من عندي. صح يعني أنا صح. أكيد بعطيه الكلوز، بس هذا الإشي هو كمان بده يعني effort من عنده. effort مش بس بالأكل وبإنه يتعب أو إنه كذا أو يعمل مديتيشن أو يعمل يوغا. الeffort اللي هو إنه يصدق عن جد من جوا، مم. يكون قديش مآمن بهاي الأشياء. مم. فهي يعني أنت حكيتي شغلة كتير مهمة، بس it depends على قديش الإنسان مؤمن بالإشي، قديش بيقدر يستفيد منه. يعني انت بتدي اولادك ميديكيشن لو هم عيانين، بتديهم ادويه طبعا. عاديه؟ اه. طبعا انا بعطي انا فريندلي كثير مع الميديسن. يعني انا ما بخافش من الميديكيشنز. انا بحكي انه الميديكيشن انعمل عشان احنا ما نتوجع، عشان احنا ما نعاني. فانا كثير بتستفزني فكرة اللي انا لا 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 ما باخدش اي دواء. لا، انت يعني مش ضروري تتعذب يعني وتموت حالك عشان انت ما تاخدش اي دواء. الدواء انعمل عشان انت مريض، عشان يخفف وجعك او عشان يعالجك او عشان مم. يساعد جسمك. لكن برضه كمان انا اذا بدي اكون افكر انا لمستقبلي او لا، لأنه المستقبل لسه طويل كتير، دي أنا برجع بركز الله على يا رب. هالنقطة. إن شاء الله. إذا بدي أعيش حياة طويلة وحياة healthy، أكيد ما رح يكون كل الديبندنس على الأدوية. إذا أنا مثلا نفرض عندي السكري مرتفع، أوكي باخذ أدوية أول إشي عشان أنا أمنع حالي من الكومبليكيشنز أو ما يصير عندي كومبليكيشنز خطيرة. لكن بعدين بنتبه لأكلي، بعدين بعمل لايف ستايل معين يناسب وضعي، بعدين بصير انبسط بنتائجي لما اروح اعمل تحاليل. هي تكيف، لكن بنفس الوقت انه برضه يعني it's useless انك تسفر اذا في اشي يخفف السفرنج. صح صح. وبصي احنا قربنا على الاخر، بس فاضل لي سؤالين. كنت اتكلمنا اخر مره على على انواع الشكوك. انا عشان عارفه ان في هيترز توك، الحاجات دي الناس اللي صحيح. المور براجماتيك. انا ما مهم. مش عايزه امن بالمامبو جامبو، يعني مثلا اقعد اتامل دلوقتي، انا فاضي الكلام ده كله. اديني كنت كلمتيني اه. مره عن انواع الشكوك. ايه انواع صح. الشكوك وازاي بتتعاملي معاها؟ هلا شوفي احكي لك شغله. اول شيء ديانا، قبل ما نحكي عن الشكوك رح احكي لك شغله. في ناس بتتعلق فيني بفكروني انه انا I'm healing او كذا. انا ما بحب هاي الفكره. انا بحب انه يكون الايمان الواحد بذاته قبل ما يكون ايمانه بمعالجه. لان امم. احنا يعني في عنا تعلق. بتعرف احنا من واحنا صغار يمكن مرات الواحد بيكون مريض بس يروح لعند الدكتور قبل ما يفوت بيصح. صح بيطيب يعني. صح مظبوط صح، انا بس كنت عايزه هذا اشوف لانه دكتور. احنا بالضبط بيرجع بيتفاجئ انا ليش جيت على الدكتور. فاحنا في عنا يعني في عنا تندنسي، وخاصه كمان يعني let's كمان be more precise. احنا مجتمعنا العربي مجتمع او مجتمعنا يعني الاسلامي العربي، المجتمع اللي احنا عايشين فيه هو مجتمع ايموشنال كتير. يعني مجتمع اذا قلت له انت عندك لا سمح الله مرض خطير او مرض كذا بينهار، غير عن الاتجاه الغربي اللي هو بيكون لا كلير معه بكل إشي وبيختار هو اللي بده إياه وكذا. إحنا مجتمع عاطفي. يعني إحنا لسه لهلا بس نسمع كلمة ورم بتلف الدنيا براسنا. هو قبل ما الواحد أنا بقول له يتعلق فيه، لا أنت تعلق بالكونسبت نفسه، تعلق بالعلم اللي موجود، وتعلق بنفسك اللي قدرت إنها توصل لهاي المرحلة. فالشك عنا إياه بيكون ثلاث أنواع. يا أنت بتشك بالعلم، يا أنت بتشك بالشخص اللي أعطاك العلم، يا أنت بتشك بنفسك. فبالأيurveda في ناس إذا بدك تشك بالأيurveda فهي ما كانت لتستحق إنها تضلها من 4000 ل 5000 سنة. وفي ناس بتعيش لل 120 و 130 وبيعمروا وموجودين وبنقدر نشوفهم وبنقدر نشوف فيديوز عنهم بدون ما يكونوا مصنوعين على الاي اي. اذا هلا بنخاف انه من هاي الاشياء، هدول الناس موجودين وبتقدر تعيشي معهم وبتقدر تتواصلي معهم. وانا بتمنى اني بس يعني تتوج رحلتي هاي اني اقدر اروح لهاي الاماكن اقابل هدول الناس. فهذا العلم يعني it's beyond انك انت تشك فيه. هلا انا مش ضروري اخذ كل مبادئه، لكن اني انا انفي صحته لا. يعني مش ضروري اخذ مبادئه اللي هي التنويرية، اللي هي ممكن تتعارض مع مبادئ الدينية او مع مبادئ اي حدا. انا ما بفرض مبدأ ديني على حدا. بس هو علم بيدعو. قبل ما يدعو لهاي الأشياء هو بيدعو للسلام، هو بيدعو لأنك ما تأذي أي نبتة، لأنك ما تأذي أي حشرة، لأنك ما تأذي أي كائن حي. يعني هو يعني لهالدرجة هو رحيم. أوكي. فالعلم هذا it's beyond إني أنا أكذبه أو إني أحكي إنه هو لا مش صادق، أو هذا العلم مش نافع أو هذا العلم ما أثبت. لا، هذا العلم كتير عالج أورام، عالج أمراض نفسية، وعالج أطفال، وعالج ناس. هذا بالنسبة للعلم. إذا بدك تحكي عن الانستركتور، أنت حقك إنك تشوف شهادته، وحقك إنك تشوف تعرف وين درس، وحقك تعرف الباك جراوند تبعته، وحقك إنك كمان تشوف الابروتش اللي هو ماشي معك.
مم. يعني أنا بالنسبة إلي مثلا بيجيني ناس عندهم دايابيتيز، بس بعمري مثلا ما قلت لواحد وقف دواء الدايابيتيز ويلا تعال نروح ناخذ هاي النباتات مم. ونعمل لايف ستايل تشينجز. لا، أنا بمشي معاه مع الدواء اللي عم ياخده. I'm already familiar مع الأدوية، فما رح أعطيه إشي contraindicated. النقطة اللي بتميزني عن غيري إنه أنا أوكي كمان فاميليار مع المودرن ميديسن، بس أنا بخلي القراءات اللي هي نتائج التحاليل بعد شهر شهرين لما تنزل مخزون السكري أو السكر التراكمي عنده، صحيح ساعتها الدكتور حيقول له نزل الدوز، والدكتور يمكن يقول له وقف هذا مم. ونضلنا على مم. اللايف مم. ستايل. فأنا كإنستركتور كمان I'm beyond إني أكون فيني شك لأنه أنا أخذ شهادة، ولأنه أنا حالفة يمين جهتين، أنا حالفة يمين بالصيدلة وحالفة يمين بالأيurveda. مم. عرفتي؟ وأنا بالنهاية يعني بتعامل إنسانيا قبل ما يكون أي إشي تاني. يعني أنا بقول لهم أنا مش شاطرة بالماركتينج أوكي مم. بس أنا بعرف يعني هلأ صرت يعني أعرف إنه كل إشي لازم يكون له مقابل عشان يكون في صح، جهتين لازم فيهم يكون في التزام. investment، لازم يكون في استثمار أكيد. صح، وعشان يكون في التزام صدقيني مرات الواحد لما يلاقي الشغلة ما دفع عليها ما بحس بالفاليو تبعتها أكيد قد لما أكيد يجي. أكيد. ولما انت يضل الواحد يفاصلك يفاصلك حتى انت بتصير تعطيه اياه من دون نفس مم. مم. عرفتي كيف؟ فلازم يكونوا الطرفين راضيين والطرفين حاسين بقيمة الشيء المعطى. صح. هذا بالنسبة للإنستركتور أو الشك بالإنستركتور. هلا بضل الشك الإنسان بنفسه. يعني أنا هي رح أختصر كل الموضوع بكلمتين، إنه بما إنه غيرك قدر فأنت قادر. هذا يعني لا يدع مجال للشك. وفيك يعني I will recommend إذا بتحبي مع الريفرنسز لما بكرة تحطي أشياء، أعطيكي أسماء كتب لناس حقيقيين شفيوا من أورام وشفيوا من أمراض وحسنوا حياتهم أو عاشوا حياة طويلة، بس لأنهم اتبعوا الطبيعة قبل ما أحكي لك الأيurveda، لأنه رجعوا لحياتهم الحقيقية. تمام. فهذا هو الشك. دلوقتي أنت بتدي طاقتك ووقتك ومجهودك for healing، تساعد الناس إنها تشفى وترجع للطبيعة والكلام ده كله. رزان نفسها بتملأ الكب بتاعها ازاي؟ بإيه إيه هلا الحاجات؟ شيء. اديني لمحة أو كده بيك مم. على إيه بيحصل أنت في روتينك عشان تقدري تدي، لأن أنت أكيد إحنا أنت إنسانة طبعا ومحتاجة إن أنت ترجع تعملي ريتشارج وترجعي نفسك. تعملي إيه بالظبط؟ هلا شوفي، أول شغلة ديانا إن في جملة إن إحنا غلط ربينا عليها، إنه فاقد الشيء لا يعطي، العكس فاقد صح. الشيء يعطيه انا ويعطيه اتعلم زيادة. صح، انا دي كانت قاعده عندي وتفكيري فيها اتغير. اها صح. صحيح صحيح مم. 100%. يعني اللي عنده مثلا ما عنده فلوس بالعكس قادر انه يسعدك باشياء، واللي ما عنده مثلا نفرض بيت قادر انه يكون لك بيت بمكان عملك يمكن، عرفتي؟ او يعطيكي شعور الامان بمكان عملك او بمكان عمله هو، مم. تفوتي مثلا على مخبزه او على مطعمه وتحسي انه هذا بيتك حتى لو هو بيته فاقد لبيت او مم. ما كان عايش ببيت يعني زي ما احنا بنتوقع. ممكن يعطيكي حب وهو ما كان اخذ حب بحياته. ففاقد الشيء لا مش ما بيعطيه، لا بيعطيه وبيكتره كمان. هلا شوفي، باول مسيرتي كنت احس في هذا الامتصاص الطاقه مم. اللي هو اني بس اكون داخله مع انسان كتير نيجاتيف احس حالي تعبت بس اخلص، او احس انه I need rest بين كل سيشن وتانية. بس بعدين اخذتها من منطلق تاني هو اللي ريحني، في انه بيزيد الهيلينج تبعي لما اكون عم بعيش الهيلينج مع حدا تاني. هاي اخذتها من دكتور حكى لي اول ما بدأت الايرفيدا، حكى لي انه تشافي مع اللي عم تشفيهم. صح. وبالفعل انا عم صح. بتشافى مع اللي مع اللي عم بشفيهم، لانه انا لما ادخل بالمديتيشن بدخل كتير ديب وبفوت بحس بقلبي صار بالمديتيشن. لما اكون اعطي من عم بعطي اشي فروم يعني هيك من قلبي وبحس بقول لهم مثلا حسوا قلبكم عم بيروح يكبر يمين وشمال ويطلع لفوق وتحت، بحس حالي انا كمان عم بتوسع بهاي الطريقة. مم. وبحس انه هذا جزء من رسالتي يعني او جزء من الجيرني تبعتي، مم. انه انا هيك ربنا اختار لي يمكن اكون. كل هاي الاشياء اللي حكينا عنها خلال الوقت هذا، يعني رحلتي بالصيدلة، رحلتي مع اولادي، رحلتي بمعاناتي على المستوى الشخصي أو بالمستوى الصحي، وبالمستوى النفسي، يعني أنا بعتبرها ثقتي برب العالمين. برضه هون يعني بحب أحكي شغلة كتير مهمة، إن أنا بالوقت اللي قلت لك فيه إنه كتير تعبت من الفايبروميالجيا،
أمي كانت تقول لي إنه لو شو ما قلتي رح تلاقي حل، فهذه الكلمة ما بتروح من بالي. عشان هيك هاي الكلمة يعني أنا بحكيها لكل الناس اللي بتيجي معي ومؤمنة فيها بقدر ما كانت ماما مؤمنة فيها لما حكت لي إياها. هي ما حكت لي إياها بس لأنها أمي، بس هي حكت لي إياها لأنها مرقت بظروف صعبة، ولأنها كمان مرضت ووصلت للشفاء هذا. فأنا بحكي كمان لأي واحد إنه لو شو ما تحكي لي، إذا أنت بدك تشفى ربنا حط لك الشفاء، بس أنت أنوي. ويمكن يطول طريقك لتلاقي، بس رح تلاقي. فأنا بحس حالي إني بتشافى لما أكون عم بشتغل مع حدا. هذا في روتين أولا. معين بتعمليه في أيوة أنت تقرأي أفكاري. هلا أنا يوميا عندي الصبح أكيد عندي الروتين الصباحي، لازم يكون عندي ماي اون سبيس، يعني بدون الأولاد، بدون كلاينتس، بدون شغل، بدون سوشيال ميديا. بعمل بفطر بالوقت اللي لازم أفطر فيه، وبعمل مديتيشن بالوقت اللي لازم أعمل فيه، وبصلي بالوقت اللي لازم أصلي فيه، وبعمل يوغا. وما بضغط على حالي، أيام بكون صحية تعبانة أو بردانة بقول it's not time for yoga، فما بقوم بنتختي مهم. وبكمل مثلا للثمانية تسعة. أوقات بحس حالي بنعس الظهر مثلا، ممكن إني أنام لي نص ساعة ساعة، ما بقول لا I will not sleep. بتسمعي لا لجسمك عايز ايه؟ exactly. مم. وأوقات بتعب مثلا بيوم بكون عاطي أكثر من سيشن، أو مثلا طالعة برا أكثر شيء بتعبوني السيشنز بيكونوا برا أكثر من الأونلاين. فمثلا بعطي حالي تاني يوم إنه خلص اليوم ما بدي أعمل إشي. فهي هي حلاوة إنك تشتغلي as a مم. freelancer أو مم. تشتغلي on your own business. بسمع لحالي زي ما حكيتي. عندي روتيني كمان قبل النوم، كتير بحاول إني أكون رحيمة بحالي قبل النوم، لأنه بعرف إنه في عندي رحلة كتير طويلة، هدول الست سبع ثمان ساعات. مم. هذه هون حرب الجسم عم بيكون عم بيخوضها. بحاول إني أهيئ له الظروف يعني الملائمة. ما أتفرج على الشاشات يعني كتير، إلا إذا كان مثلا عم بحاول أغير تفكيري أحضر إشي يعني. بكافئ حالي، بعمل يوغا ومديتيشن قبل ما أنام. مرات بعمل بريذنج، بس مرات بس بقعد ما بدي أسمع إشي، بس بدي أسمع السايلنس ولا إشي. ومرات برد على الحكي اللي كنت بالأول أعتبره ويرد. في إشي اسمه باليوغا اسمه فيباسانا، هي 10 أيام سيرفس ما بتحكي فيها مع حدا. يا اوكي انا فإتس واحده صاحبتي impossible قالت لي for me. قالت لي راحت على سايلنت ريتريت و exactly. انا مش عايزين نتكلم، انا عندي كلام كتير لا اقوله. شوفي انا ما بتزبط معي لانه I have kids وعندي clients صح. وعندي I have a life. بس انه بحاول اني مثلا بهذا الوقت اقلل الحكي باكبر قدر ممكن، واو. وأبطئ حالي بأكبر قدر ممكن، وأعطي سيرفيس بأكبر قدر ممكن، لأنه هو مش الهدف إنك ما تحكي، هو الهدف إنك تعطي سيرفيس، وإنك مم. تكوني عم تقدمي الطعمي أو تخدمي بالأحرى. يعني إذا شو ما كانت الخدمة، إنك تساعدي أو إنك تطعمي أو إنك مم. ترتبي أو إنك تهيئي الظروف لناس اللي حواليكي، وبنفس الوقت بتحسي بهذا الهدوء. فأنا يعني مرات هيك بس مثلا إنه كتير يعني يصير في عندي فترة إنه كتير في اختلاط اجتماعي، وتعرفي تسمعي كتير مشاكل، او بصير في مم. اشياء او بتصيري هيك. احنا عادة بتمتصي الطاقه السلبيه بتاعت اللي حواليكي في الوقت ده. بالذات احنا كارثتنا الكبرى النفسية اللي هي our expectations. احنا اه. دائما expectations تبعتنا عالية، وبنتوقع انه هذا يكون صديق، ونتوقع هذا يكون ام، ونتوقع هذا يكون ابن، ونتوقع انه هدول يتصرفوا بافضل ما يمكن. فما بتيجي الصدمات الا من الاكسبكتيشنز تبعتنا. نو واي ما حدا مهم. يقنعني ابدا. يعني من خبرتي بالحياة ومن قراءاتي ومن الناس اللي تعاملت معهم، ما في حدا بيعاني من مشكلة او تروما مم. نفسية اجتماعية إلا سببها الاكسبكتيشنز. بتتوقعي بالشغل يكون في ناس بتحبك، بتتوقعي بالمدرسة يكونوا في ناس بيحبوكي، بتتوقعي بالحياة في ناس بتحب لك الخير. يعني هلا انت حكيتي انه انت مثلا you used to follow me، بس انا متأكدة انه في ناس ما كانت تحبني او تحكي شو هالزناخة، شو هي is she's the center of the universe. فعادي يعني it's okay. في مم. ناس رح يحبوكي، في ناس ما رح يحبوكي، في expectations. بس ما تخلي الاكسبكتيشنز تبعونك انه تدمرك. مم. يعني هاي الشغلة. فعشان هيك يعني كمان أنا بتوقع إنه حتى الناس اللي ساعدتهم ممكن إنهم مرات يصدموني، ممكن مرات تكون ردة فعلهم عنيفة تجاهي، أو مثلا ينكروا
الإشي اللي عملته معهم هون، يعني بصير معنى اللي إنه ما تمتصي طاقة سلبية. إنه مم. مرات الواحد بيأذيكي بكلمة، بيأذيكي بتصرف، بيأذيكي بكومنت مرات على السوشيال ميديا. بس لما الواحد يكون هيك يعني خلص متصالح مع نفسه، وعارف انه انا مشكلتي بالاكسبكتيشنز، يعني انه شو يعني شو مستنيه، انه مستنيه تكون كل الناس منيحه، ما راح يكونوا كل الناس، حتى انا مش منيحه، وحتى كلياتنا يعني في عنا الجانب المنيح والجانب اللي مش منيح. فكلها هاي الجوانب اللي مش منيحه بتيجي من نقص، او من شعورنا من نقص معين. صح. فبحاول اني يعني ما اتاثر بالاشخاص او باللي بيجوا يحكوا، وبقطع علاقتي طاقيا بالاشخاص اللي بيأثروا علي سلبيا. لانه يعني I will give you an example which is very personal. أنا ماما قالت لي بيوم من الأيام لما صارت عندي بنت، قالت لي هون انتهت حياتك. قلت لها إيش يعني؟ مم. قالت لي خلص هلأ حياتك صارت لبنتك، وبكرة لما إجا ابني كمان حكت لي هلأ حياتك صارت لابنك. لما أدركت خطأ ماما، قطعت هذا التأثير علي، إنه لا لسه بالعكس أنا عم بعيش لحالي وبعيش عشانهم، بس بعيش صح. لحالي قبل ما أعيش صح. عشانهم. صح. ف this is very personal، وقديش هي بتحبني، وشوفي هي قديش يعني هي عاشت هذا صح. الإشي، بس this is very wrong. فأنت مهم. بتقدري تقطعي هذا يعني لما تعرفي ال wrong مهم. concept بتقدري تقطعيه بالوقت المناسب، وبتقدري تقطعي تأثيره. دلوقتي انت بتاخدي كم كلاينت في الشهر؟ يعني بتقني عادة باخذ 5. 5 في الشهر؟ مهم. بس I give 3 free sessions، مهم. هدول بيكونوا اونلاين، وبعطي 3 paid sessions كمان بيكونوا مش اونلاين عفوا، بس بيكونوا paid، يعني يا على زوم، ايضا على زوم او اشي هاد. وبعمل هلا جديد يعني لي حوالي 3 اشهر تقريبا صرت اعطي بفانيوز وبمكان، يعني اعطيها وجاهي. قبل كنت كلها معتمدة اونلاين، مهم. بس لقيت كمان بالفانيوز كتير حلو، بتتعرف صح. يعني ناس. مم. وهاي هون يعني عن جد بتحسي هو بتتعب جسديا، لأنه كتير بتعطي جهد، وفيكي مم. طلعة وفي روحة جاية وكذا. بس فيها حلو إنه فيها مجال للشخص الثاني يحكي معك أكثر من الأونلاين. صح. صح. بتلاقيهم بيكونوا هيك جايين، يعني بدهم يحكوا، بدهم يعبروا عن مم. مشاعرهم وكذا. فإتس فيري نايس. زي ما قلت لك باخذ 5، أكثر من 5 بحس حالي رح أظلم حالي وأظلمهم. صح. بس يعني فانت بس بتديهم عادة I 100% insist. بتاعك. I'm sorry to interrupt بس I you. insist اني اخذ جواب. يعني مثلا بعطي ال first explorative session، مم. و I insist انه تعطيني جواب خلال يومين، بدك او ما بدك. لانه اذا ما بدك it's okay، لانه انت هيك عم تاخذ دور حدا تاني. صح. فانه مش يعني ما معك اسبوعين تفكر، خلال يومين بتقرر. هاي بس الاشي الوحيد صح. اللي يعني بكون صح. كتير انه فيه. strict. بالضبط. هو you have to. انا زي انتي قلتي بياخد مكان حد، فيه لو انت مش مقرر في ناس اولى، في ناس بحاجه اكتر. دلوقتي صح. هو احنا في ناس بيخافوا من ناحية مادية، يعني أنا بتفهم. بيخافوا من ناحية قديش يعني هم بيقدروا يوثقوا بهذا الإشي، قديش ممكن يغير مم. بحياتهم. بس صدقيني يعني أنا بعتبر عن جد، يعني مرات لما كنت أشتغل زمان كنا ناخذ ببينك أكتوبر اللي هو قصص نجاح والقصص العلاج وهاي الأشياء. بس أنا بعتبر إنه كل الناس اللي اشتغلت معهم كان في عندهم قصص نجاح. الحمد لله. الحمد لله، هاي نعمة من رب الحمد لله. العالمين. يعني عشان هيك I insist، يعني حتى لو انه مثلا الشخص انه وقف بنقطة معينة، او كان عنده مثلا عائق مادي او عائق وقت، بضلني وراه. انه بعرف انه هو قطع طريق لازم يكمله، لازم يوصل لحديت يعني قاعد خلص صار قادر، او مهم. صار يعني بس بده هالخطوة هالدفشة وبوصل. ف I insist و I follow up و I بخليهم my accountability partners، وأنا بكون accountability partner إلهم. وبحاول يعني دائما إني أحط حالي مكان الشخص. مثلا أنا ما بحب كتير الجروبس بصراحة، لأنه بعتبر إنه الجروب هذا اكسترا بريشر علي. لأنه بحس حالي مثلا لنفرض جروب لليوغا، اذا هدول انه كلهم حكوا انه انا عملت يوغا اليوم وانا ما عملت، رح احس باكسترا بريشر اني انا مقصره مثلا.
فما بحب هذه الكومباريزنز، وانه كل واحد، خلي كل واحد لحاله، خلي كل واحد مبسوط، خلي كل واحد يعيش. This is يعني يا جماعة انه اشي عشان يخليك مبسوط، زي ما قلت لك عشان المديتيشن، اللي ما في داعي هيك اتكتف واضلني عاملة هيك كل الوقت وفاتحة ايدي ومش قادرة احرك رقبتي. لا بالعكس، انا لما مثلا بقول لهم حركوا رقبتكم، حركوا ظهركم، حكوا شعركم، خلوا شعركم يفوت فيه هواء. يعني this is your time. هذا اعمل اشي عشان انت تنبسط، مش هو it's not a punishment at all. true. كيف النوم بالليل بكير، انا ابني كتير بغلبني بالنوم، فدائما بحاول افهمه هذا الكونسبت، انه صدقني it's not a punishment، صدقني انه هذا الاشي عشانك انت، عشان اه. تنبسط، عشان مم. ترتاح، عشان تصحى مصحصح. فاذا هيك فكرنا بكل اشي بالحياة كتير ما احنا تتغير دلوقتي كل الحاجات اللي كانت بانشمنت واحنا صغيرين دلوقتي حاجات بنص عليها، روح نام بكير، بتدور عليها. اه يس. وخلص اللي وراك، ميك شور ان اوضتك مترتبه. الحاجات اللي كنا بنعتبرها تعذيب دلوقتي لا، بقينا بنطمح ليها. مش عايزه اكلم حد، بالضبط. اطلع اتس لايك خلاص دلوقتي الحاجات اكزاكتلي، خاصة النوم. مم. انت بتعرفي النوم طبعا قديش كان بالنسبة لنا بالخناق، يعني روح نام، روح نام، مش عايزه انام، مش عايزه انام، لا دلوقتي عايزه انام بليز. اه ايوه بليز، انا بقول لو عندنا ستورج اوف سليب يعني هيك تقدري تستخدميه، تخيل لو قديش بنكون absolutely. وصلنا. انا مش قادره اوصف لك، انا شاكره وممنونه جدا الوقت اللي انت اديته لنا. طبعا احنا هنحط الديسكربشن للكورس بتاعتك، ازاي الناس تتواصل معاكي، الانستجرام بيج، الويب سايت بتاعك، تليفون نمبر، كل حاجه هتكون موجوده في الديسكربشن. اللي عايز يتواصل معاكي، اللي عايز يبدا ياخد معاكي اي سيشن، انا بصراحه this is life changing. الابسود ده لوحده كان life changing for me to begin with. انا ان فعلا شاء اتبسطت الله انه فيها يكون معي حدا هيك كمان ان شاء قدام. الله. فانا عارفه ان في معلومات كتيره وفي ناس كتير تو ريليت، وكانت معلومات غنيه، وانا بشكرك جدا على وقتك وعلى مجهودك اللي انت حطيتيه معانا بقى. انا عارفه ان الحلقه مش هتكون اكيد 4 ساعات، احنا قطع من في المونتاج هيروح شويه، بس احنا بقالنا تقريبا داخلين في 5 ساعات بنتكلم دلوقتي، وانتي يعني ما بخلتيش عليا ولا على المشاهدين بأي حاجة وبأي معلومة. ويا رب ده كله يعني يكون جود كارما ليكي ويرجع لك يعني مضاعف مضاعف مضاعف، 10 أضعاف. أنا ببدأ أو بختم بكلمة أكيد أنت سمعتيها، اللي هي نماستي. أنا رح أختمها. إيش معنى نماستي؟ أنا بختمها مع كل واحد. لما بديت باليوغا والمديتيشن والأيurveda كانوا دائما نماستي نماستي وما كنتش أعرف إيش يعني نماستي. بعدين سألت، بعدين عرفت إنه يعني اتس لايك يعني الناس بتسلم على بعض، أو إنه بتتمنى الخير لبعض. وأكثر مينينج يعني علق براسي وحبيته، وهلأ بتمنى إني أنا أهديك إياه. الخير بقلبي يرى الخير بقلبك هنا والآن. فعشان هيك نمسته. أنا هلأ بهذا الوقت يعني بتمنى أنه هذا يكون تلخيص لكل إشي حكيته، ولمشاعري تجاهك ديانا، ولشكري الكبير لك هنا في هذا المكان أونلاين، والآن لأنه نحن we are both present. فأنا بقول لك نمستي. نمسته مني ليكي. أنا كمان أنا مبسوطة جدا بصراحة، يعني كان حوار رائع زي ما بقول لك وغني، وإن شاء الله تكون فيه إفادة كبيرة. في حاجة كان المفروض أسألها لك وما سألتها، كان نفسك أسألها وما سألتهاش، في الحاجة في حاجة في بالك؟ لا صراحة حكيت كل الأشياء، وعبرت عن كل الأشياء، وأنت رجعتيني لأشياء يعني يمكن لازم الواحد يرجع يحكيها. ثانك يو فيري ماتش. إن أنا شاء الله. متأكدة إنه هذا اللقاء ما صار هيك عن طريق الصدفة إن زي ما شاء قلت الله لك. أكيد. أنا انوجدت بحياتك لسبب، وأنت انوجدتي بحياتي أكيد. لسبب. أنت رجعتيني هلا لكل الذكريات I'm sorry الحلوة. لو إحنا رحنا on memory lane في حاجات كنت عايزة تفتكريها، بس لا زي ما بقول بالعكس، لك. بالعكس آه هدول اللي كونوني، هدول اللي خلوني هلا انا بالظبط. على ما انا عليه يعني. وحتى وكانوا حتى لو انه كانوا بيوم من الايام صعبين، بس صاروا ذكريات، وصاروا بالنسبه لي زي ما قدرت اتجاوزهم قبل، هلا يعني ام ريدي اني يعني ان شاء الله انه ما يصير اشياء طبعا صعبه، الحمد بس لله. ام ريدي اني اكون يعني زي ما قلت لك ما عندي شك برب العالمين وبالاشياء اللي ممكن تستناني بعدين. أنا متأكدة إن في كتير ناس مرت بالظروف بتاعتك وهيكونوا مبسوطين إنهم يسمعوا إن أنتي عديتيها، لأن ده هيكون مهم قوي بالنسبة لهم إنه يعرفوا إن هما هيقدروا برضه يعدوها. وانا كان بعمل حاجه، انا 100 bad days are 100 good stories. لو ان انت ما مرتيش في الحاجات دي كنا هنتكلم في ايه النهارده؟ صحيح مزبوط. يا رب الحلقه تكون عجبتكم وكانت على قد المستوى، وتكونوا استمتعتوا بيها زي ما انا استمتعت مع ضيفتنا الجميله وانا بتكلم معاها، اللي افادتنا النهارده، وكنا احنا شاكرين ليها جدا لوقتها اللي اديته لنا. لو الحلقه عجبتكم بليز اعملوا لايك سبسكرايب وشير، واشوفكم الحلقه الجايه.